دكتور احمد، حبيبي. اهلا بيك، منورنا في اس بي سي الله. ومنور القاهره. انا من اسكندريه اصلا، صح؟ اه الحمد لله على السلامه. اتمنى الطريق يكون ظريف ومنورنا في اس بي سي في حبيبي. دنتال جي بي اس. في البدايه احنا طبعا السؤال الكلاشيه اللي بنبدا بيه، فاللي هو بيبقى عرفنا عن نفسك، فانت مين؟ انا مين؟ اوكي. انا احمد عبد المنعم، انا دكتور سنان مينلي، وبروفيشنال فوتوغرافر وفيديوغرافر، ودلوقتي فول تايم كونتنت كريتور، ويعني بيسموني فود بلوجر، بس انا يعني ما بحبش اتحط يعني او مش ما بحبش يعني ولا انا فود بلوجر تمام. لا، هو مش فود بلوجر، انت كونتنت كريتور، وصف بالظبط. ادق، لان انت مش بتقتصر على الفود بس، فكونتنت كريتور. بالظبط. انا بحب يعني اجرب حاجات قدام الكاميرا وكده يعني. جميل جدا. دكتور، انت ما قلتش، انت قلت احمد عبد المنعم على طول، ما قلتش دكتور احمد عبد المنعم. فخلينا نبدا بحته الدكتور دي الاول. اوكي. وخلينا نتكلم، فمنين جت طب؟ دخلت طب اسنان ليه؟ الموضوع جه معاك ازاي؟ دايما اللي دخل طب ده بيبقى عنده قصه. طبعا. فقصه اسنان معاك ايه؟ طيب انا اصلا كنت مواليد السعوديه، وكنت عايش في السعوديه جميل. معظم فتره الدراسه يعني. وزمان كان مش عارف هو لسه لحد دلوقتي ولا ايه، بس كنا بندرس منهج سعودي، فكانت المناهج سهله، فكنا بنجيب تقديرات عاليه وكده، فانا كنت جايب تقدير عالي، كنت ممكن حلو. ادخل اي كليه يعني. فعلا مناهج السعوديه اسهل كتير من ايوه. انا درست في الامارات فتره، فانا عارف برضه. ايوه. بس كان قدامي بقى كل الاوبشنز اللي هم التوب، يعني انت طب، اسنان، صيدله. فخلاص هم يعني كذا حد قال لي اسنان حلوه يعني. انت كنت قدامك طب بشري؟ كل حاجه. كله يقول لك اسنان تبقى دكتور، بس مش صعبه زي بشري، ودكاتره السنان معروفين 5 سنين مش 7 سنين. ايوه. ودكاتره السنان معروفين بقى يعني بيعملوا فلوس كتير. ايوه، هي دي. وطبعا اتضح ان الموضوع مش كده خالص. بالنسبه لي على الاقل. بالظبط. انا كنت عايز ادخل اصلا هندسه يعني. انا كنت بحب الرياضه جدا بس كان اسمها رياضيات في السعوديه. رياضيات، يس. الرياضه ده كانت حصه الالعاب. ايوه. انا بقول لك انا كنت في الامارات، صح. بالظبط. بس يعني لقيت نفسي يعني الناس وجهتني ناحيه اسنان، فدخلت اسنان يعني. ما كانش عندي يعني طموح او رغبه يعني انت بتذاكر في ثانويه عامه ما كنتش منمر على كليه معينه او توجه؟ انا كنت حاسس هندسه يعني لان انا ابويا مهندس واخويا مهندس. فانا كنت حاسس كمل الكارير بتاع العيله، بس بالزبط. اقنعوك بطب اسنان. ما اعرفش عارف يعملوا ده ازاي، بس اقنعوك بطب. بالظبط. جميل. برضو انت قلت انك دكتور احمد عبد المنعم. ايه منعش دي؟ علشان انا مش عارف اناديك احمد. منعش دي قصه، انا عشان اطلع قدام الكاميرا كده واقول منعش دي خدت سنين يعني. هو انا برضو دكتور وليا وقاري. انا لحد 2021 قدام لما كنت بعمل فيديوز، انا كنت بعمل فيديوز من قبل منعش على فكره. كنت دكتور احمد المنعم، هي لازم كده يعني، لازم منعش دي كان حاسس ان انت يعني ايه بتنزل من وقارك شويه كدكتور. وبرده عندي في البيت برده ماما وكده كانت تتضايق من منعش دي، تحس ان انت ايه يعني ايه منعش دي. بالظبط. الثانويه العامه منعش، دلوقتي انت بقيت دكتور. ايوه انت دكتور دلوقتي وبتاع. بس كان وش السعد عليا يعني الاسم يعني. هو الاسم معايا من زمان جدا، والاسم لايق، بس جه منين يعني؟ كان لقبك مثلا زمان؟ هو كان لقب اخويا. حلو. كان هم اصحابه بيسميه منعش. باشمهندس منعش؟ لا اخويا مش المهندس. مش المهندس، ماشي تمام. وبعدين ما اعرفش بقى هو تخلى عن اللقب، فانا سرقته منه، خدته منه. بس انا معايا من زمان يعني. انا افتكر ان انا منعش، اول حاجه افتكرها كنت في اعدادي، فاكر كانت الناس عارفه ان انا منعش، مثلا ممكن قبليها كمان في ابتدائي يعني من زمان يعني انا ثانويه عامه مثلا ولا حاجه. كل اصحابي عارفين، ما يعرفوش ان اسمي احمد اصلا من زمان يعني، اصحابي القريبين. انا عرفت قريب ان اسمك احمد فعلا، ان هو منعش. انا عارف ان ليك اسم تاني اكيد، بس يعني هو منعش هو البراند بتاعك بالظبط. وحلو انك اخترت اسم براند لايق عليك، لايق على الكونتنت اللي بتقدمه، لايق عليك بالاسلوب. الحمد لله. فحلو الموضوع بتاع البراندنج ده. انت كنت قلت انك دلوقتي فول تايم كونتنت كريتور. فقبل ما نوصل للحته بتاعت فول تايم، انت كنت فتره متخرج من اسنان، عديت بامتياز، اشتغلت في اماكن، فتحت عياده، الكليه. عايزين نحكي عن الحته دي قبل ما تبقى فول تايم اوكي كريتور. طيب نرجع كده خطوه لورا. ان انا دخلت بقى اسنان. أيوة. وكانت الرغبه الاولى طب اسنان اسكندريه. جميل. وجات لي الحمد لله. وقد كان دخلت الكليه صراحه ما كنتش مركز قوي في الكليه. ويعني اللي هو اقول عادي. قول. في اعدادي مثلا طلعت بمادتين، وبعد كده سنه اولى عدتها مرتين، وسنه ثانيه عدتها مرتين. جميل. ما كنتش اللي هو يعني ما كنتش مركز قوي في الكليه.
وكنت مكمل فيها عادي. بعد ثالثه الحمد لله عدت ورابعه. طب كنت بتعمل حاجه بتخليك ولا مش حب يعني مش حابب او مطنش؟ يعني مش حابب ومطنش، مش مشغوليات مثلا شغل في حاجه تانية؟ لا كانش لسه بدا الكونتنت؟ لا خالص. جميل. انا اصلا يعني عرفت بقى الفكره، هو الموضوع بدا معايا مش كونتنت كريشن، هو بدا معايا تصوير. انا كنت حرفيا كده في كليه طب اسنان اسكندريه، عندنا في مكان كده بنسميه المنور، هو بنقعد فيه يعني، هو عشان فعلا بين 3 مباني كده، فهو كانه منور كده. حلو. الدكاتره بتتجمع فيه يعني. فكنت قاعد مع صاحبي دكتور احمد حسن. صورت صوره لفوق؟ لا ما صورتش حاجه لسه. هو اخته كانت بتدي محاضره في كليه صيدله عن التصوير. جميل. وهو كان عايزني نروح المحاضره دي نعمل لها زحمه في المدرج. أيوة. عشان هي مطلوب. الدنيا بالظبط قوي قلبها برضو. بالظبط. وانا ما كنتش عايز اروح، انا كنت عايز اروح اكل بيتزا يعني. انا فعلا يعني ده كان هو قاعد زن عليا وكده ان انا اروح المحاضره دي وكده يعني. فانا رحت المحاضره دي. بص انا المحاضره دي نورت عندي حاجات. انا طول عمري عندي احساس ان انا جامد، بس ما فيش اي حاجه تثبت ده يعني. حاسس ان انا من جوايا مختلف وكرييتيف، وانا حاسس أيوة. حاسه كاحساس، بس ما عنديش حاجه طلع فيها الطاقه دي. فلما حضرت المحاضره دي عن التصوير، عرفت ان التصوير مش ضغطة زرار زي ما انا كنت مفكر. عرفت ان في فن وفي رولز وفي علم، قواعد وعلم وكومبوزيشن والاضاءه وي 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 وي. انا طالع من المحاضره دي ما تعرف، انا الموضوع دخل دماغي وخلاص. انا عايز اتعلم التصوير. انا عايز اتعلم التصوير. جامد. طالع من المحاضره بالموبايل عمال انام على الارض في الكليه واحاول اصور الحاجات خلاص اتوهمت بالموضوع جدا. ده الكلام ده في رابعه كليه، قبل الامتحانات مثلا، اخر اللي هي الامتحانات الخالص فاينل مثلا بشهر. فانا قاعد الشهر الاخير شفت الباشن بقى الجديد ده. شفت الباشن الجديد. انا افتكر كان ليله امتحانات الفاينل في سنه رابعه، بكره عمال اتفرج على فيديوهات تصوير واتعلم واشوف بقى ان بتصور ازاي، وعمال اتفرج واصور بقى نقطه الميه والسبلاش بتاع البالونه وهي بتفرقع. قعدت بقى ثقفت نفسي جدا وبتاع. خلاص الموضوع دخل دماغي وما تفهمش بقى يعني، لزق في دماغي بشكل رهيب يعني. جامد. وبعد كده خلصت سنه رابعه على الفاينل، قلت انا لازم اشتري كاميرا. لازم اشتري كاميرا واصور التخرج او اللي هي صوره الدفعه دي، عايز انا اللي اصورها. جامد. بس وقد كان يعني جبت اول كاميرا في حياتي، كانت كاميرا سوني كده سيمي بروفيشنال. السيمي بروفيشنال دي اللي هي مالهاش عدسات بتتغير كده، هي عدسه زوم كده بسيطه جدا بالنسبه. ودي كان في ساعتها برضو دي كان يعني بتصور صور احسن من الموبايل بكتير برضو. طبعا من احسن من الموبايل، بس طبعا في ليفل الناس البروفيشنال هي ضعيفه جدا. انت معكش مش زي الدي اس ال ار مثلا خالص. بالظبط. فجبت فجبت بقى الكاميرا ديت، وبقى بدات برضو اجرب بقى، وكان فيها المانيوال مود، اقعد بقى اظبط فتحه العدسه والشاتر وبتاع، واجرب بقى حاجات جديده. وبعدين بدات بقى ابقى المصور بتاع الدفعه بقى. يوم التخرج بقى اصورهم بقى، وكل حد يقف لي بقى واقعد اصوره وبتاع بالطبع اللي انت اتعلمته عامه. مناش تعالى صورهم، مناش تعالى تبهرهم، يبسطوا، تحس بان الشغف ده جايب معاك قوي وانك عايز بص انت لمست في حاجه بقى هنا. هي دي اللي خلتني قدام اختار التصوير عن الاسنان يعني. عارف ان انا بسبق عشان ما انساش يعني، ان التصوير ميزته ان انت بتشوف في عين اللي انت بتصوره في ساعتها الريزلت اللي انت عملته لما تصوره صوره حلوه. مشكله الاسنان يعني احد عيوبها، هي فيها مزايا طبعا اكيد، بس احد عيوبها ان انت ممكن يطلع عينك في بق عيان انت بتعمل له لوحه فنيه مثلا، بالذات لو مش فينيرز او حاجه، لو بتعمل مثلا اندو ولا حاجه. فهو العيان طلع عينه متضايق وفاتح بقه وبتاع، وانت تعبان وبتاع، وبيخلص مش حاسس. بالنسبه لك بتاخد بوست اوبريتيف اكس راي تلاقي فن معمول، هو بالنسبه له انا فكي وجعني ومتضايق بس الوجع راح. ايوه بالظبط. فالتصوير فيه متعه ان انت بتشوف في عين اللي قدامك ايه ده، واو حلو قوي، شكرا تسلم ايدك، احساس جديد قوي يعني، فاهم. وبدات ان انا احس بفاليو جدا من الموضوع ده. دايما الواحد بيحس لما اللي قدامه يقدره، التقدير اللي بيجي له ده بيفرق معاه، بيخليك تكمل أكتر. لان انا كنت دكتور سنان في الكليه، كنت عادي يعني، لا كنت من المتفوقين قوي ولا كنت من الفاشلين قوي برضو اللي عاملين قلق، عارف اللي انا في النص كده، اللي هو الايه، ما حدش اللي هو بيعدي بمادتين ده. ايوه بالظبط. ايوه بالظبط. فهي دي الفكره بقى، ان انا يعني عشان ناس كتيره بتقولي طب انت ايه اللي دخلك اسنان، فانا بقول له انا ما عرفتش التصوير غير في اخر سنه اصلا في اسنان. فاللي هي جت كده سبحان الله، وهي اللي بقى اللي تبان عليها بقيه القصه كلها. طب التصوير كتصوير يعني كنت بتصور بورتريهات، تصور ناس، تصور مناظر طبيعيه، ولا دينتال فوتوغرافي اكتر يعني؟ لا دينتال فوتوغرافي لسه ما جاش غير بعد 7 سنين بقى من القصه. يعني وانت في اسنان حبيت التصوير، وحبيت التصوير كتصوير ملوش دعوه بالدينتال؟ التصوير اي حاجه. في الاول كنت بصور اي حاجه، اصور
قطه ماشيه في الشارع، اصور شجره، اصور بقره، اصور السماء. كل الحاجات دي يطلع منها فن فعلا. مش قوي يعني، بس يعني لا بس زي ما انت قلت الاضاءه، الكومبوزيشن، اللي مش عارف الحاجات دي تخلي صوره احسن. كنت بصور صور عاديه، بعد كده انا حبيت اخد الموضوع في بروفيشنال اكتر، فحد اقترح عليا ان انا اروح فوتوغرافي كلاب. تمام، رحت بقى في فوتوغرافي كلاب وخدت كورس تصوير، تقابل ناس محترفه. ده بقى اللي فرق معايا جدا بقى. يعني انا بشوف ناس بتفضل مثلا في التصوير مغيبه بالسنين، مفكره ان هي جامده وهي ضعيفه جدا، وهو متخيل ان هو جامد. لا، انا كنت قاعد مع ناس هم حاليا من التوب اصلا في مصر في الفوتوغرافي، الناس دي. فالناس دي كانوا بيدوني على دماغي، انت ايه القرف اللي انت مصوره ده؟ انت ليه مصور دي كده؟ الخلفيه زحمه، الصوره مزعجه، ايه الصوره ما فيهاش قصه، الصوره مش مؤثره. ايوه. فبدات ان انا وانا الحاجات دي بتنور لك بقى، بتنور لي بالظبط. وانا الحمد لله يعني من كرم ربنا فيا ميزه كده، ان انا لما بسمع نصيحه بطبق على طول. حلو. يعني اسمع نصيحه منك هتلاقيني كتير يسمع النصيحه وينام عليها. جيت لك بعد اسبوع هتلاقيني منفذ حاجه، مطبق في الموضوع. فبدا الموضوع يعلى معايا، بدات اتشهر ان انا الدكتور السنان اللي معاه كاميرا بسيطه وبيعمل صور رهيبه جميله. بالظبط. وبعدين بدات كمان انا محتاج اتعلم كمان، اتعلم فوتوشوب. فبدات ان انا اتعلمت فوتوشوب على قدي. صح. بالظبط، مكمل التصوير. اتعلمت فوتوشوب على قدي وبقيت اعمل اديت احلى وبتاع ما اعرفش ايه. بعد كده قلت طب ما ادي كورسات فوتوشوب، فرحت بقى متعلم فوتوشوب بشكل اعمق علشان بروفيشنال، عشان تعمل كونتنت بتدي للناس تقدم. بالظبط الله ينور عليك. انت عشان تتعلم، عشان تعلم الناس، انت بتتعلم فتعلمهم كده يعني. دي على فكره طريقه حلوه قوي انك يعني انك تعلم نفسك. بالظبط، انك تعلم الناس حاجه، فانت بالتالي هتتعلمها وتعلمها. هي دي بالظبط، ده اللي حصل معايا بالظبط. لدرجه ان انا يعني كان جه حضر معايا ناس من فنون جميله. انا جه حضر معايا بروفيسور من فنون جميله يحضر معايا انا دكتور سنان كورس فوتوشوب. يعني حاجه يعني كانت حاجه غريبه، يعني اللي هو انت حتتك اصلا الجرافيك وبتاع، فجاي تاخد معايا انا كورس فوتوشوب. بس كانت لهذه الدرجه يعني كنت انا مسمع. وكنت بقى في الفوتوغرافي كلاب كنا بننزل رحلات تصوير، تقريبا لفيت مصر كلها بالكاميرا. والحمد لله يعني فيتشرد في مسابقات كتيره جوه مصر وبره مصر، وكسبت جوائز. كل ده في فتره قد ايه من ساعه ما اكتشفت الشغف مثلا؟ يعني انت كنت في رابعه يعني او خمسه بدات تاخد جوائز وتخش مسابقات وتدي كورسات بعد قد ايه تقريبا؟ انا الكلام من التخرج والتصوير 2011. حلو. تمام، قعدت مثلا 2012 بخبط وبتاع. 2013 بدا الليفل يعلى. ممكن تتكلم في 2013 اخر 2013 2014 دي فتره الانطلاقه بتاعتي الفنيه يعني. فاللي هو بقى ايه، تقدم في حاجه تلاقي صورتك في بلجيكا وفي فرنسا المسابقات بتاعت التصوير دي ممتعه جدا اصلا. طبعا يعني بتوري فن التصوير فعلا موضوع كبير، مش ضغطه زرار. كسبت حاجه، كسبت مسابقات وصلت المنافسه. ما هو يعني فيتشرد في كذا يعني، على مستوى مصر كسبت حاجات كتيره، وبره مصر فيتشرد في كذا معرض. كان في معارض في بلجيكا وفي فرنسا وفي الامارات. جامد. فبس يعني كنت منبهر يعني، ان انا كنت بصور زي بقول لك بالسيمي بروفيشنال. كل ده كان لسه معاك نفس السيمي بروفيشنال كانت معايا لحد 2015 مثلا. كل ده شغال. طب ما بيفرقش في المسابقه ان انت يبقى معاك كاميرا اقل من الناس الثانيه، ولا هم كمان كلهم بيبقوا بنفس يفرق الليفل الصوره اللي طالعه؟ ما اكيد لازم. ما انا بقى كنت متبني المدرسه دي وانا بعلم التصوير، ان يا جماعه انت بتتحجج ان انت معكش امكانيات، والصوره اللي قدامك هي مش محتاجه امكانيات عشان تطلع. هي فكره. انت عرفت تجيب الفكره ديت، ما عرفت هتجيبها لو بالموبايل هتعرف تجيبها. صح. هي فكره، وان انت تعرف تبص من زاويه مختلفه ويبقى عندك بوينت اوف فيو مختلف. فتشربت الموضوع ده جدا، وخلاص بقى حياتي بقى عندي عشق كده اسمه التصوير والكرياتيفيتي، وبحس فيه. وفي برضو كاريري كاسنان، ان انا كنت لسه اسالك ده بجانب اسنان كنت بتعمل ايه في اسنان؟ كنت اتخرجت خلاص؟ كنت اتخرجت بتشارك في جوائز في مسابقات تصوير. جانب بقى الاسنان كنت بتروح عيادات؟ طيب انا اتخرجت في 2011. بعد كده الامتياز كانت سنه الثوره، فالامتياز برضو كان يعني سلق بيض كده، ما كانش فيه امتياز قوي. فده ساعد برضو على عمل افكت برضو عليا، ان انا برضو ما بقاش حابب الاسنان، لان انا يعني في الكليه ما كنتش مركز، وفي الامتياز المفروض ان انت تتعلم فيه اكتر. ما خدتش فرصتي جامد. بعد كده رحت التكليف في اسيوط. يا خبر. قعدت سنه اسكندريه والتكليف في اسيوط. قعدت سنه في اسيوط، وهناك بقى انا الصوره اللي انا فيتشرد فيها في الامارات، اللي خدت بيها بعد كده الاقامه الذهبيه، مصورها في اسيوط.
يعني وانا في فعلاً التكليف في التكليف. بالظبط. انت ايه قصه الاقامه الذهبيه دي بقى؟ انت من التصوير خدت الاقامه الذهبيه ولا بالظبط. ولا بعدين بعد ما اتشهرت خدت الاقامه؟ لا انا الموضوع كنت جه ازاي؟ انا كنت مقدم على الاقامه الذهبيه، وانا كنت متخيل ان انا ممكن اخدها مثلا عشان مشهور دلوقتي بعمل وبتاع. فيديوهات. فكل الريكويرمنتس اللي كانوا طالبينها حاجات ان انت عندك خبره اكتر من 5 سنين في مجال فني، عندك اعتماد فني من جهه ابداعيه معتمده، عندك كسبان جوائز معرفش في المجال بتاعك، في المجال بالظبط. فكان التصوير هو طبعا اللي كان هي ده اللي انت محقق فيه البريكويزيتس بتاعته، ان انت واخد داخل مسابقات وكسبان جوائز. أيوة. انا حتى الاقامه الذهبيه مكتوب فيها مصور فوتوغرافي اول، مش مكتوب اصلا صانع محتوى. اوكي. فهي التصوير هو، وزائد بقى ان انا بس يعني هو تقدير اهو، يعني ده واحده من الحاجات الناس تقول لك الله على الصوره والامارات تديك اقامه ذهبيه. بالظبط. تقدير حلو. وكان في حاجه حلوه برضه اقولها، يعني انا المكان اللي انا مقدم فيه اصلا، يعني الاقامه الذهبيه فيه كذا جهه بتديها في الامارات، فالجهه اللي انا قدمت فيها اللي هي دائره الثقافه والسياحه ابو ظبي، هي اللي مدياني فيتشر في الصوره بتاعت اسيوط. اوكي. يعني هم اللي مكسبينك اصلا، هم اللي مكسبيني من 10 سنين قبل ما اقدم. اوكي. فاللي هو ايه يا جماعه، انتوا اهو انتوا نفسكم من 10 سنين فرقوا معاك قلتوا لي ان انا جاي، وبعتوا لي الكتالوج، والكتالوج عندي في البيت يعني كان رائع يعني. اللي هو واحده من شروطهم ان انت تبقى واخد جايزه من جهه معتمده، انتوا الجهه المعتمده. ايوه بالظبط. فالاقامه الذهبيه جت من التصوير. مصور فوتوغرافي اول. خدتها امتى دي لسه من كام شهر كده. يعني الاقامه الذهبيه فعلا بفكره عبقريه من الامارات، وعملوا بيها يعني شغل عالي قوي. صحيح. يعني مبروك عليك حبيبي. جميل. طب وبعدين احكي لنا في العيادات، كنت بتشتغل بعد التكليف بتروح عيادات، تنزل عيادات، فتحت عيادتك امتى؟ انا زي ما بقول لك انا كنت في التكليف في 2012 2013 دي كانت فيها في التكليف. بعد كده خلصت رجعت اسكندريه، اشتغلت شويه في مستوصفات. طبعا انت في الاول اي دكتور زي اي دكتور كنت بشتغل في اماكن شعبيه. هي دي الاماكن اللي كانت متاحه يعني. في الاول كنت بشتغل في اماكن شعبيه وبتاع. بالظبط. بعدين قعدت تقريبا لحد 2015 لحد ما قلت هفتح بقى ايه العياده. ففتحت عياده فاشله جدا لان هي ايه، عياده، ما دي احد الاخطاء برضو اللي انا غلطتها، ان العياده مش موجهه لحد، يعني هي في منطقه بالظبط، يعني ما بين هي ما بين منطقه راقيه وما بين منطقه شعبيه في النص كده. فالراقي شايف ان انت عياده قليله عليه، والشعبي شايف ان انت غالي عليه بالظبط. فانا قعدت سنه كده ايه شغال عشان ادفع الايجار يعني. بس يعني على فكره الغلطه دي مش غلطتك لوحدك، كتير قوي بيغلطوا، بيفتحوا عياده من غير ما يبقوا عارفين هم هيتارجتوا مين، وبناء عليه هيسعروا ازاي، وهيشتغلوا الخدمه بانهي شكل وبانهي نوعيات، وهيسوقوا ازاي، وهيعملوا كل حاجه ازاي بالظبط. فغلطه متكرره، كانت غلطه. وبعدين انا كنت برضو ايه، انا واخد الباك جراوند الكرييتيف معايا من غير ما اتعلم ان انت ازاي تدير بيزنس. دي كانت غلطه برضو. انا كنت متخيل ان انا لما اعمل فلاير رهيب في ديزاين يوم الجمعه توزعه بعد الصلاه. بالظبط. وانا كنت بوزع بنفسي كمان. عارف الموضوع ده. قبل ما انزل بقى الدكتور بيوزع فلايرز وبتاع. وايه انا رايح كده يعني ماشي كده لاخر الشارع بوزع فلايرز، وانا راجع الفلايرز على الارض كلها. الفلاير الواحد مكلفني 5 جنيه يا ولاد ايوه. وفي الاخر ترجع عادي ما تلاقيش ولا واحد. طبيعي ما اترموا في الارض. بالظبط. فانا كنت متخيل ان وايه لا الديزاين، انا قعدت اشتغل على ديزاين الدكتور السنان قاعد على كنبه كده وفاهم قصدي، واسنانه وجعاه او البيشنت حاجه كرييتيف بقى. وعمال ارسمها بالالستريتور والوان، والراجل اللي مطبعه يقول لي عايز 4 لون ولا ديجيتال يا باشا، اطبع ديجيتال اغلى حاجه، الورق التخين ومفيش اي حاجه فاهم. وشويه تعمل فلاير، شويه تعمل يافطه في الشارع اللي هو البانر الغالي برضه، مش الماتيريال وبتوع الضرايب على طول. بالظبط. ده اللي حصل. قفلت على والمعامل. لا 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 يعني كانت سنه، كانت اول سنه للعياده بتاعتك، سنه فشل. طبعا فشل ذريع يعني. دي كانت في 2015 تقريبا. يعني ممكن ابقى يعني بلس او ماينس سنه يعني. بس هو في نفس الوقت بقى انا كنت برضه شغال في التصوير. بس انا ما كنتش شغال في التصوير. يعني الموضوع التصوير قعد معايا لحد 2018 هوايه وجوائز وبتاع، بس ما فيش انكم، مفيش اكل عيش. وانا اتجوزت بقى وعندي بنات، فاللي هو انت محتاج اكل عيش، فمش هينفع كده. كنت شغال كانش لسه جاء الكونتنت. انت دلوقتي تصوير فوتوز ايوه مش بروفيشنال لسه. بالظبط. كان هوايه.
وكنت بدي كورسات، بس الكورس كان كورس كل 3-4 شهور، فما كانش برضو الانكم اللي هو وكنت شغال مع شركه زي SPC هنا كده، كانت بتعمل برضو كورسات وكده، كنت بصور معاهم بس كانوا بياكلوني يعني، مش بيدوني فلوس. ده الشيفت معاه وجبتين. بالظبط. وانا كنت منبسط يعني، كنت بروح ان انا بصور ومبسوط. بتصور دنتال بقى ساعتها ولا كنت بصور الدكاتره، بصور الايفنت، بصور بتغطي الايفنت، بتغطي الكورس اللي هم بيعملوه؟ بالظبط، بغطي الايفنت، فيديو، فوتوز، كل حاجه. وصور الدكتور وانا بقى راشق بقى في كله بقى يعني. منعش اعمل لنا ديزاين للدكتور. طب يا دكتور تعالى اقف هنا، واروح مغير خلفيه، حاطط خلفيه واكتب كده كلمتين ماينور سيرجري كورس ومش عارف ايوه. هم مبسوطين. هو بميني بيتزاز كده صغيره على قد بشتغل. بدر ايه الكلام. بس ابو يوسف ايوه. انا ما كنتش يعني ما كنتش عامل لنفسي فاليو صراحه، وانا كنت مستمتع بالتصوير ومستمتع بالجو وان انا بصور. انا عايز اقول لك حتى بعد كده لما انا بقيت بشتغل في التصوير، انا ساعات بخلص التصوير من كتر ما انا مركز هكون همشي وهنسى ان انا حاسب مثلا الكلاينت، يعني عارف اللي هو من كتر ما انا انا جيت وصورت وانا مبسوط، انا ليه هتدوني فلوس يعني. يعني عارف اللي هو حلو من كتر ايه. ايوه. انت كنت تسيب فلوسك امتى يا بدر؟ امتى كنت تسيب فلوسك يا جدع؟ كنت تسيب فلوسك؟ اتعلم كتير بدر من ساعتها، بقاش يسيب فلوسك. مش ده شغفك برضو يا ابني ولا ايه؟ ماشي. بس ده كان زمان يعني. خلاص دلوقتي بقى بفلوس دلوقتي. انا هعدي على الحسابات بعد البودكاست. كده علمته اوام. ايه تاني؟ فزي ما بقول لك بقى، فكنت شغال باراليل لسه بتصور بس ما كانش لسه التصوير بقى بروفيشنال. بعدين جه بعد كده العياده ديت خلاص مش نافعه، خلاص قررنا نقفل. ما فكرتش طيب تحاول معاها محاولات، تاخد تجيب دكتور معاك، تاخد كورس تزود خدمه، تاخد كورس للاداره للتسويق مش عارف؟ ما كانش في دماغي بقى ساعتها الموضوع ده، ما كنتش عندي الباك جراوند دي اصلا، ان انت محتاج ان انت عندك مشكله في الاداره والبيزنس، ما كانش عندي المعلومه دي. انا كنت متخيل ان انت ما فيش مين اللي انت دكتور ما تبقى ما مش عارف ان في نص شغل. هبقى صريح معاك برضو، انا جزء كبير من فشل العياده لان انا دماغي مش في الاسنان. صح يعني انا بطفش الزبون، مش محتاج مضاد حيوي، في التهاب مش عايز اشتغل، او تحوله على حد تاني لو انت مش عايز تشتغل الحاله رخمه عليك بالظبط. وفي نفس الوقت عايز تطرقه، عايز اتفرج على الكورس اللي انا بكمله في التصوير، او اشوف مش عارف مين بيتكلم في التصوير. انا في العياده كنت يعني في بيشنت متضايق، مفيش بيشنت متضايق يعني. في بيشنت في بيشنت، مفيش بيشنت يبقى انا ايه اللي وداني اصلا. انا رحت على الفاضي في الحالتين يعني، في الحالتين متضايق ومفيش فلوس. يعني عارف انت في حاجه مثلا ممكن تكون بتحب حاجه بس ما مش بتجيب لك فلوس، ممكن تكون في حاجه العكس بقى، اللي هي ما بتحبهاش بس اللي مصبرك عليها الفلوس. بالظبط. انا لا كنت بحبها ولا كانت بتجيب لي فلوس، فكانت معادله فاشله وانا مكمل فيها، علشان برضو انت عليك بريشر مجتمعي وانت دكتور وبتاع. فانا مش لاقي نفسي فيها خالص يعني. قفلت العياده دي، رحت فتحت بقى في اقصى في حته في اسكندريه ما حدش يسمع عنها اصلا من كتر ما هي حته شعبيه. تمام. يعني من العياده اللي هي المفروض في منطقه شبه راقيه كده، العياده دي. واللي هو بقى كنت بروح بقى ايه، واحده قعدت تحاسبن علينا عشان كان الكشف مش عارف 5 جنيه ولا 10 جنيه، وقعدت تحاسبن علينا وفضحتنا في العياده يعني. حاسبن انا وكيل فيكم مفترين وبتاع، يعني كان الليفل 10 جنيه. كان ليفل صعب يعني. وقعدت برضو في العياده دي سنه. مفيش حاجه يعني، اللي هو دخل 200 جنيه في عارف اللي هو في الشهر كله تلاقي مدخل 1000 جنيه ولا 2000. ممكن تبقى خسران. هو انت مش بالارقام دي اكيد خسران. هي كانت كسبانه بالنسبه للعياده الثانيه، لان الايجار كان 500 جنيه. ايجار الشقه اللي كنت فيها العياده كان 500 جنيه. رحت مكان شعبي في الايجار فيه 500. كان الايجار 500 جنيه بالظبط. فايش كنت بتطلع ايجار ومرتب الاسيستنت وخلاص على كده. لا كان ممكن يطلع لي 200 300 برضه اجيب لي بيها ماك قبل المقاطعه. ما ينفعش يعني تبقى دكتور وما يطلعلكش فلوس. بالظبط. جميل. بالظبط. فقعدت في دي سنه كمان. بالظبط. وفي الفتره دي كنت جيت هنا بقى SPC اول مره. خدت قلت بقى انا عايز اتعلم بقى. انا برضه مش لاقي نفسي في حاجه يعني. انا الاندو مش حاسه قوي وكانالز وبتاع وزي ما بقول لك انا ما اتعلمتش قوي في الامتياز وفي الكليه ما كنتش مركز كده.
الخلع وبتاع برضو بتاعي اتكسر ومش عارف تطلعه ازاي وكده. اللي حاولت فاهم قصدي الحشو، ما حسيتش انك عايز تتعمق في التخصصات دي؟ مش لاقي نفسي بالظبط. يعني انا كان ممكن لو انا عايز كنت عملت، بس انا ما كنتش. انا دماغي مسحوله بالتصوير يا جماعه، وعمال اكسب جوائز وعمال انجح فيها وشغال في حاجه تانية. انا دكتور سنان كويس يعني شغال يعني مش هقول لك ان انا كنت، لا انا كان في ناس بتجيلي وبتحبني بس عادي. انا ما كنتش شايف نفسي في يوم من الايام ان انا هبقى دكتور سنان توب، بس كنت شايف نفسي ان انا هبقى حاجه عاليه جدا في التصوير. ساعتها انا ما كنتش اعرف صناعه المحتوى، هي كانت في دماغي هي التصوير. هي اترجمت بعد كده لصناعه المحتوى، وهي دي سمعت في دي يعني مليون في المية. يس. بس انا ما كنتش شايف موضوع طب الاسنان دي. وانا على فكره لو ما كنتش حضرت المحاضره اللي هي في سنه رابعه دي، كنت زماني كملت في الاسنان عادي. يعني هي الفكره ان انا دقت الحاجه بالظبط، هي من عند ربنا والله. انا دقت حاجه تانية فحبيتها، صح، واتوهمت بيها. انا عايز دي. انا بشوف كتير ما بيبقاش عارف، هو عارف ان هو مش في المكان الصح بس مش عارف فين المكان الصح. انا بقى ربنا كرم بعتها لي لحد عندي يعني كده، يعني دي من عند ربنا. الفكره بقى ان انا استغليت ده. يعني ما سكتش. يعني انا لما لقيت الشغف ده فضلت وراه، فضلت اتعلمت وسمعت وطورت وقعدت مع صاحبت الناس في المجال بالظبط وهكذا. جيت خدت كورس ايه هنا بقى؟ امبلانت. خدت كورس امبلانت، بيزك امبلانت. بيزك امبلانت. بس طبعا كان اختيار مش موفق بالنسبه لك لانه مش شغفك ستيل. يعني انت بتاخد كورس في انا قلت الامبلانت سهل يعني، فاهم اللي هو ازاي؟ ما انا كنت داخل على اساس ان انا ما بحبش السيرجي. فالامبلانت عادي هنخرم خرم نحط الامبلانت. ما انا اكتشفت بعد كده بعد ما خدت كورس ان انا محتاج يبقى عندي باك جراوند سيرجي. اتفاجئت وبيري وفيكسد ما انا اتفاجئت كل الباك جراوندز اللي في والله. صدمت بعد كده. لقيت ان انا حاله الامبلانت الوحيده اللي عملتها الراجل نفسه بتاع الزرع اللي عملها لي، يعني هو اللي حطها. انا ما عملتش اي اديشن يعني. قلت يا ريتني من الاول كلمته من قبل ما اخد الكورس، كان عمل نفس الحاجه يعني. ما استفدتش اي حاجه يعني. هي الموضوع ما كانش في دماغي، الموضوع ما كانش في دماغي خالص يعني. حلو. فمن ساعتها بقى انت بدات تحاول تطلع فلوس من التصوير، حاولت تخليه شغلانتك. لسه ما وصلتش البوينت. لسه انا كل ده في الاسنان اصلا الاسنان انا بتاخد 99% من طاقتي. يعني انا مشوار العياده ده وراجعتي انا خلاص، انا كده مت من جوه. انا بالنسبه لي ما كنت يعني بجد ما كنت يعني كانت تقل على طبيعي. مش حاببها في كارير مش بتاعك يا جماعه. وانا بحب حاجه تانية. بعد كده اشتغلت مع في دكتور اديله تحيه من هنا، دكتور احمد حجازي. كان هو اصلا معيد عليا في الكليه وهو زي اخويا الكبير يعني. فهو جالي المكان الشعبي اللي انا كنت فيه ده، شاف المنظر قال لي بقول لك ايه اقفل وتعالى تحت جناحي هعلمك تقويم. اوكي هعلمك تقويم. ماشي، بعيد عن الجراحه. هعلمك تقويم وبتاع واقعد معايا. قعدت معاه سنه شغال تقويم. بعد السنه كان بيسالني مره بيقول لي ايه اخبار التقويم. قلت له بص هو اقل حاجه بكرهها في الاسنان. ما لقيتش نفسك فيه برضه يعني اقل حاجه تكرهها. انا بص جيت بعد السنه قلت ركزت كده، قلت لو انا عايز افتح كارير بيزنس من التقويم انا محتاج بقى اخد كورس. لسه مش عارف كان ساعتها ب 12-13 الف ومش عارف ايه. اكتشفت ان انا يعني في السنه دي اتعلمت ابقى تكنيشن، فاهم يعني ايه اوتايز ويعني ايه براكتس ويعني ايه ممكن اغير واير وممكن اركب مش عارف ايه، بس مش عارف اعمل تريتمنت بلان. هي دي. فاكتشفت ان انا برضو السنه دي يعني لو انا بقى لسه قدامك افتح بيزنس بتاعي سنه تاني تعليم وكورسات تاني ففي يوم كده حصل فيه ستريس جامد كده. كنت بركب لوحده براكتس وقعت كلها بعد ما ركبتها بقى لي مثلا ساعه ونص وبتاع. ومع بقى التراكمات مع البتاع رحت بعت للدكتور ده فويس موجود معايا لحد دلوقتي يعني. فويس مؤلم يعني. انت تسمع الفويس ده يعني تقول الواد ده خلوه يروح يشوف يعمل اي حاجه تانية غير الاسنان. انا بجد كان كل الالم بقى ال8 سنين اللي فاتوا كلها طالع في الفويس ده. انا تعبت خلاص. لدرجه ان هو قال لي ما تجيش بكره يعني وانا حالاتك هتصرف فيها وما تجيش بكره خلاص. انت ما تجيش بكره ويا ابني وربنا وفقك. انا حاولت معاك بكل الطرق حاولت انتشلك واطلعك في التقويم. فما انت ما فيش يعني. انت لازم تروح بقى تشوف انت عايز تعمل ايه في حياتك بس. فهنا بقى كانت اللحظه ده في 2018. وطبعا كنت محاور عليهم في البيت، مش قايل لهم ان انا سبت الاسنان تماما، قايل لهم ان انا يعني سبتها 3 ايام وشغال 3 ايام بس. اعرف حد عامل زي كده بالظبط والله. مفهمهم في البيت ان هو في اسنان وبيروح عنده كذا عياده بيروح عليها، بس هو شغال في حاجه تانية خالص. نسيح له في البودكاست؟ لا بلاش عشان ممكن ما يجيش الشغل تاني لو اوكي. فجيت بقى يعني انا في اللحظه دي خلاص سبت العياده. انا خلاص دلوقتي لاول مره بقى لي 8 سنين تحررت من الاسنان. انا بقى انا
ودماغي والكرياتيفيتي بقى وهنطلق بقى. وهنطلق بقى والايه والفلوس هتنزل ترف يعني. ده اللي كان انا اصلا دايما معلش انا منعش احمد عبد المنعم واخد جوائز في الامارات واخد جوائز في البتاع ومكسر الدنيا وبدي كورسات وبتاع. فمنين منزل السوق كده يا سوق انا نزلت عشان اعمل بقى بيزنس بقى. هننزل بقى ايا كان المجال بقى، فود فوتوغرافي، برودكت فوتوغرافي، اللي انت بتتكلم بورتري اللي انت عايزه، انا بس هقشر كده. انا كنت هلاقي 100 عميل. بالظبط ولا وفلوس كتير. فلوس يعني. انا كنت فاكر انا قعدت احسبها كده، قلت ايه، انا بعرف الفوتوغرافر البروفيشنال بياخد مثلا 12 13 الف مثلا لو حد في الليفل بتاعي. فانا مثلا مش في اسكندريه السوق صغير، فمثلا نقول 8 تواضع واخد 8 بس 8 في 30. لا مش هشتغل 30 يوم يا عم، هشتغل 20 يوم في 160,000 جنيه يا عم. قول يا عم 50,000 60,000. انا مبسوط بالظبط. طبعا 60,000 في 2018 دول كانوا رقم محترم. هم ما جوش اصلا. ما جوش. لا انا بتكلم منتهى التحت. ايوه لسه ما جوش. انا عارف. ولحد دلوقتي لو في الشهر يعني 60,000 برضو رقم محترم جدا. طبعا. فجيت افتكر بقى ان انا ايه، حد كلمني قال لي، عمري ما انسى الموقف ده والله. واحد صاحبي كلمني قال لي في واحد صاحبي عنده محل لبس جنبك، صور القطعه ب 10 جنيه. انت حرقت اللي انا قلته. كمنت والله. والله. رحت له المكان، فاهم قصدي، طلعت وبتاع بالاخبار وبتاع. فقال لي بقى عندنا ملابس الرياضيه زي ما انت شايف وبتاع، عندنا صفحه على الفيسبوك وعايزين نعمل. قلت له اوكي طيب انا نعمل سيشن، ممكن نصور مثلا مش عارف 20 صوره مش عارف ايه كذا كذا. مش عارف. قلت له ساعتها، قلت لسه بادئ برضه، ما قلت له 4000 جنيه تقريبا. قال لي 4000 جنيه ايه؟ هو امن مكانه كده. قال لي ان في واحد جاي لي قال لي الصوره ب 20 وانا جايبك عشان انت تبع صاحبي دوت وايه وعايزك تديني سعر احسن. قلت له يا عم 20 ايه يا عم، انا بقول لك هعمل لك سيشن واجيب اضاءات واعمل وبسوي وبتاع، انت بتتكلم في بروفيشنال، انت ما تعرفنيش، انا واخد جوائز في الامارات. ايوه. وبدات بقى خدت الصدمه دي، كانت اول صدمه اخدها بقى، اللي هو ايه، لا الحياه مش ورديه كده خالص، ولا في اسنان ولا بره اسنان. وسمعت بعد كده ليه واحد صاحبي قال لي تعالى في مصنع هنصور الصوره ب 4 جنيه. 4 جنيه 100 قطعه ولا 200 قطعه، فاهم قصدي. والفكره ان انت مفيش فن، انت حرفيا. وانا ما رضيتش اخد يعني، انا برضو ما رضيتش اخد انت برضو انت عايز تطلع موهبه، عايز تطلع فن. مش عايز تاخد 4 جنيه معلش انا هجيب الهدوم واروح حاططها على الارض كده على بانر واصور كده من فوق. ايه انا عملت ايه؟ طب ما تجيب اي حد يعملها يعني. تفرد الهدوم عشان ما تبقاش شكلها. انا عايز احس الاحساس ان انا بكرييت كرييتيف، انا حد كرييتيف. ايه اللي انتوا بتتكلموا فيه ده؟ والمشكله حته الكرياتيفيتي برضو يعني كان في مجال ان انا ادخل في حته كرياتيف، ان انا اشتغل مثلا في شركه ادفرتايزنج او حاجه. بس انا الفكره ان انا عندي رولز وعندي زي قيود يعني حاططها لنفسي، مش بدخل في اي حاجه. في حاجات كتير انا قايل لا دي بالنسبه لي ريد لاين، ما ينفعش اعديه مثلا، ما ينفعش اصور كذا، ما ينفعش اصور كذا. فانت لو رحت لشركه زي ديت انت هتصور كل حاجه، هتصور اي حاجه بالظبط. مش هتقدر ان انت يجي لك البروجكت اللي هيجي لك لازم تقدر بالظبط، مش تقدر، مش هيفهمك اصلا انت بتتكلم في ايه يعني. فكنت شغال لوحدي. والمجالات الكرياتيف انت عشان توصل ليفل الكرياتيف والناس اللي تقدر مفيش. فبدات اشتغل بيرسونال بروجكتس يعني مع نفسي كده، اللي هو ايه، يلا تجيب برودكت في البيت واقعد اصورها لنفسي كده، ان بعمل بورتفوليو مش عارف ليه. بورتفوليو بالظبط، توري الناس شغلك. صح بالظبط، بعمل بورتفوليو لنفسي وبتاع. بعدين لقيت حد تقيل جدا في البرودكت فوتوغرافي عامل كورس في القاهره، جيت خدته وحضرت معاه وشفت الموضوع قد ايه رهيب. افتكر ساعتها كان الكورس ده كان تقيل لدرجه ان السي اي اوز بتوع شركات الادفرتايزنج كانوا بيجوا يحضروه يعني. الكورس كان باورفول يعني. فكنت قاعد مع السي اي او بتاع شركه ادفرتايزنج بوري له شغلي اللي انا طول عمري بقعد اوريه لاي حد، ينبهر ويقول لي انت اللي مصور الحاجات دي وبتاع. فانا اول مره بقى اوري شغلي لحد بزنس باك جراوند. يس. قعد يقول لي ايه انت مصور لي شجره وبقره وشجره وايه الحاجات دي واخده جوائز يا عم. والله قاعد زي ايه، لاول مره احس ان انا قليل في حياتي. انا طول عمري حاسس ان انا فوق فوق فوق. انا بجد وقعت على وشي، وقعك نزلك على ارض الواقع بالظبط. اللي هو ايه، قال لي فين صور الشغل، فين صور الفود فوتوغرافي والبرودكتس عشان نشغلك عشان تشتغل دي تاخد عليها جوائز ما تشغلكش بالظبط. فحسيت برضو ان انا، ودي برضو حاجه ما حدش كان قالها لي، ان انا ما دخلتش في البيزنس بدري. فبقى في ناس بادئه بعديه بكتير واقل مني بكتير في الحته الفنيه، بس عندهم السوق عايزه بالظبط، عندهم النو هاو بتوع السوق وازاي تتعامل والعميل والكلاينت وبتاع. وانا مش الشخص الحلنجي برضو اللي هو اللي بعرف اتعامل. ممكن حد بربع موهبتك بس بلسانه حلو صح. ياخد الشغلانه 100% صح. فانا برضو لقيت نفسي اللي هو
قعدت بقى، وطبعا انت بقى ايه، انت في حواليك بقى ناس واهل وعمالين يتفرجوا عليك، الواد العبيط ده بيعمل ايه بيعمل ايه، ساب اسنانه ما حدش شايف. انا صور. كانوا انا اصلا كانوا في البيت مفكرين التصوير ده ان انت هتسيب الاسنان تنزل على البحر تقول الصوره ب5 جنيه وبتاع. ما انا في دماغي شايف التصوير ده عالم يعني، اللي هو انا بشوف الناس بالظبط. لا غير الجواز بقى كمان الشغل، يعني انت بتشتغل بقى، ممكن تشتغل كامبين كبيره تقبض بعشرات الالاف يعني، فاهم؟ انا بشوفها بعيني، شفت ناس حواليا كتير كده، بس هم ما كانوش شايفين ده بقى، يعني شايفين ان انا عمال اتخبط وقاعد سايب. انا سبت الاسنان 2018 يعني لحد 2000 واخر لحد اخر 2019 يعتبر سنتين ما كنتش لقيت نفسي قوي يعني في حاجه، يعني ما كنتش حققت حاجه تقدر تروح تقول لاهلك بيها انا سبت طب اسنان عشان اللي انا بعمله دلوقتي ده. بالظبط، هم شايفينك سبت طب اسنان وماسك كاميرا بتدور بيها. بالظبط. بس انا كنت بعمل حاجات كتير قوي بقى. يعني انا كنت بخبط في حاجات كتير قوي قوي قوي، ومفيش حاجه نجحت معايا، بس كل الحاجات دي اتجمعت مع بعض في الاخر وفادتني. يعني ممكن نتكلم عن الموضوع ده شويه، انا عملت ايه في الفتره. موضوع تراكمي بالظبط، خبراتك ومواقفك ووقعاتك كل ده بيوصلك للي انت ممكن. انت لو حد سالني دلوقتي مثلا قلت لي انت ليه القناه بتاعتك ناجحه، مثلا قناه منعش، هقول لك انا كل حاجه اتعلمتها في الفتره اللي انا كنت بعافر فيها ومش عارف، مش لاقي نفسي. حتى الاسنان على فكره، انت ممكن تستغرب السؤال تقول لي انت الاسنان فادتك في ايه، هقول لك هاجي لك في السؤال يعني. بس انا بقول لك كل حاجه انا اتعلمتها في الفتره دي، وكل الاكسبيرينس اللي خدتها دي كلها اتجمعت في قناه منعش، وكانت سبب في نجاحها. هي اسنان فادتك ازاي طيب؟ يعني اسنان فادتني ازاي؟ اسنان فادتني ان انا اشتغلت، انا رحت اشتغلت في اسيوط في ثقافه مختلفه تماما. بعد كده اشتغلت في اماكن عاليه، واشتغلت في اماكن شعبيه وي فاحتكيت بناس كتير. صح. فانت لو ركزت عندي في قناه منعش هتلاقيني بتكلم من حته كل الناس ممكن تسمعها. صح. اتفق معاك في الحته دي. انت هتلاقي في صناع محتوى بالتارجت كلاس معينه هم اللي بيتفرجوا عليه. صح. وفي صناع محتوى برضو تانيين ناس معينه بس بيتفرجوا عليه. انا بتكلم من حته في النص، الحته دي انت ايا كان انت مين هتتفرج وتستمتع، لان انا مثلا الحاجه الغاليه بقول عليها غاليه، فاهم قصدي؟ وفي نفس الوقت مثلا اوير باللي حواليا واللي حصل، فمش سطحي. فان هو حد مثلا لو من كلاس معين مثلا يقول لي ايه السطحيه اللي بيتكلم بيها دي، لا انا ملمس وفاهم ده وفاهم ده يفكر ازاي، فبتكلم من حته حلوه. انا افتكر مره يعني كنت رايح في نفس اليوم كنت رحت في اكبر جيم في اسكندريه. انا ما كنت اول مره. انا عاده في طبعي يعني بيتوتي اكتر وما بنزلش وكده، مش بحتك بناس كتير. بتفاجئ لما بنزل مثلا او كده قد ايه انا عامل تاثير في الشارع. يعني بتفاجئ، ما كنتش اعرف ده. ففي يوم انا كنت الصبح في اكبر جيم في اسكندريه، عايز اقول لك الجيم كله بيسلم عليا، كلهم بيج فانز. بالليل معرفش كنت فين في حته شعبيه ايه، صابي الراجل بتاع الميكانيكي عارفك كويس، بيج فان. بواب شغال عماره قال لي مش انت اللي شغال في الفيسبوك؟ عارف اللي هو كده شغال يعني في الفيس شغال في الفيسبوك. ده الليفل التعبيري بتاعه. ايوه واصل للليفل يس. فالحمد لله يعني. فالاسنان فادتني في ده، لان انا قبل الاسنان انا ما كنتش بتعامل مع طبقات كتير، كنت بالظبط بحتك مع ناس معينه، فما كنتش عارف اتكلم وفاهم وحاسس وعارف ان في حد بيقعد الشهر كله ب1000 جنيه، وفاهم قصدي في حد تاني فاوير بالناس، فالناس حاسه ان انا حاسس بيهم، قادر تتكلم بلغه ده يفهمها وده يفهمها بالظبط. ده بالنسبه للاسنان. حاجات تانية بقى زي ما بقول لك انا لمست في كذا حاجه. يعني انا طبعا التصوير فادني جدا في الحته الفنيه، وانت بتصور الثامبنيل بتاعت الفيديو اللي بره دي برضو اللي فيها شغلانه لوحدها اصلا، عشان الفيديو انت تدوس عليه ما ينفعش ان انت تاخد لقطه من وسط الفيديو. الثامبنيل دي بتتصور لوحدها اصلا، بتحضر لها وترص، واساسيات التكوين انت ازاي ترص الحاجه بحيث ان هي تشد العين والكلام ده. الفوتوشوب ساعات مثلا انا في الثامبنيل نسيت اصور ثامبنيل مثلا، او عايز اضيف لها فاروح داخل جوجل ويلا هوب وهات مثلا طبق كفته من على جوجل مثلا حطه هنا عشان تزود بس بحيث ان الصوره مثلا تبقى من بره ملفته مثلا ايه تدوس عليها. يس. انا سكبت على فكره دخلتي في اليوتيوب اصلا. انا لسه كنت هسالك دلوقتي انت امتى منعش اتعملت؟ يعني أوكي. قناه منعش امتى اتعملت؟ ماشي طيب خلينا نرجع تاني. انا حاسس يعني الموضوع بقى عشوائي شويه. لا خالص. انا في 2018 بقول لك ايه، عملت الكارير شيفت، قعدت اخبط شويه في تصوير المنتجات، خبط شويه في تصوير الاكل، خبط شويه في دخلت شويه في تصوير الاسنان.
حلو. دينتال فوتوغرافي دي بقى كنا انت بنتكلم بتقول فيها دي بعدها بكتير قوي دينتال فوتوغرافي. بعدها بكتير ايه لما انت كنت بتقول لي اتعلمت، بقول لك اتعلمت دينتال أيوة فوتوغرافي، أيوة. قلت لي لا ده لسه الفوتوغرافي ده بدري جه بالظبط. بعدها بكتير. انا جيت في لحظه كده ايه، انا مش لاقي نفسي والدنيا مخبطه معايا وبتاع. طب انا دينتست وفوتوغرافر، طب ما ندمجهم مع بعض. بالظبط، دي شغلانه مطلوبه جدا كمان. بالظبط. بس انا بقى ايه، انا بقى خدتها من حته ارتستيك جدا. يعني انا واخد معايا بقى الكرياتيفيتي والحته الارتستيك معايا بالظبط، وداخل. وانا اصلا يعني سايب الاسنان فبقيت كل حاجه انا بعملها بخلقها من الصفر عشان اعمل حاجه فنيه قوي، مش ان هي حاجه عمليه الدكتور بيمر بيها بالظبط. فاللي هو مثلا انا عايز اصور صوره، فمثلا اجيب يحيى صاحبي مثلا، تعالى بقول لك ايه هنصور، عايزين نصور صوره، واصورك بقى بالرينج لايت بس، واصورك بالتوين فلاش والرينج فلاش، واصورك بالاستوديو لايت ونعمل فروقات وعملت شغل عالي جدا وبراندنج وديزاينات وبتاع. وفعلا في فتره من الفترات 2018 2019 كان كنت تقيل في الحته دي. منعم دينتال استوديو ده كان حاجه تقيله وبتاع. وبعدين دخلت برضو في الفيديوز وعملت فيديوز، وكان يحيى برضو بيساعدني بيمنتج لي الفيديوز وبتاع، وكنت مسمع جدا يعني. قلت وانا كان كل البلان بتاعتي ان انا هبيع كورسات، مش ان انا هنزل اشتغل دينتال فوتوغرافي. يس. لان انا كنت شايف ان انا صعب عليا قوي ان انا ابقى دينتست واروح اشتغل يعني مع دينتست تاني، بس انا دوري الفوتوغرافي بالظبط. مع انها حاجه عاديه، بس انا كنت حاسس كده. انا الايجو الفني عندي عالي قوي يعني. قصدي انا حاسس ان انا يعني حتى لو مثلا موضوع الايفنتات ده انا بطلته عشان كده. كنت بصور ايفنتات، حسيت ان انت ايه يعني الناس كده يعني اللي هو انت يعني حاجه عاديه، مش هو ده اللي انت عايزه. انا حسيت كده انا عايز اعمل حاجه كرييتيف اكتر. مع ان في الايفنتات كنت بطلع حاجات كرييتيف برضه، بس مش هو ده المطلوب ساعتها. مش هو ده المطلوب في الدنتال فوتوغرافي. هو انا الدكتور، انا مش هفضل فاتح بوق المريض كتير، انا عايز صوره فيها الستاندردايزيشن او الستاندردايزيشن المعروف للتصوير، ومن غير بقى ما تقعد نص ساعه فاتح لي بوق المريض عشان تاخد صوره حلوه. بالظبط. فانا بقول لك يعني دخلت بقى الموضوع بحاجه عاليه قوي كرييتيف. فلما دخلت في موضوع الكورسات الموضوع ما نجحش خالص. يعني الموضوع ما نجحش والناس كانت بتيجي تسالني على، يعني انا برضو علشان مش شغال يعني الحاجات دي مش بعملها. وكمان ما عنديش كيسز. يعني مثلا دينتال فوتوغرافر الشاطر عنده الكيسز بتاعته اللي هو مصورها وبيفور افتر. انا ما كانش عندي كده. انا كنت بخلق حاجات من اللي هو بجيب مثلا نقطه البند وهي بتقع والحقها قبل ما تلمس السن، حاجات شكلها فنيه حلوه جدا. بس دكاتره لا كانوا عايزين كورس دينتال فوتوغرافي عملي يعني، فاهم؟ او اللي هو يعني مش قصدي عملي، قصدي اللي هو يعني عملي لشغلهم. مش عملي كفن. ايوه بالظبط، كرييتيف. بالظبط، ده اللي انا اقصده. وانا كنت واخد الحته الكرييتيف دي هي اللي انا كنت متبنيها بالظبط. فحسيت ان الناس مش دكاتره مش مستعده ان معظمهم طالع عينه اصلا، والاسنان شغلانه صعبه، فهو عايز حاجه سهله وعايز حاجه في الانجاز. انا اقول له بقى هات سوفت بوكسز كبيره وحطها هنا ونايم العيان على ظهره ومش عارف ايه. ما جاش قوي معايا الموضوع يعني. فبرضه ده كان احد الاخفاقات والاحباطات المتعدده يعني. بس كنت انا بقى بدات هنا ان انا اعمل فيديوز على النت يعني. اتعلمت فيديوجرافي امتى؟ يعني التصوير حاجه والفيديو حاجه. حلو السؤال. بص انا طول عمري مقتنع ان انا فوتوغرافر. انا فوتوغرافر. اي حد يقول لي صور فيديو حاجه والتصوير حاجه. انا فوتوغرافي وماشي في الفوتوغرافي وخلاص. لحد ما في مره في دكتور كنت بصوره، فبعد ما صورته وعملت له خليني طب اقول الحته دي. انا الحته بقى اللي انا تخصصت فيها فتره وفعلا عملت فيها نجاح جامد هي البيرسونال براندنج للدكاتره. حلو. انا يعتبر انا من الناس اللي خلقت ان انا متخصص في ده يعني، فاهم قصدي؟ كانت الدكاتره بتجي لي من القاهره ومن اسكندريه ومن كل بتاع. في فتره من فترات كنت عامل اسم جامد جدا في الموضوع ده، اللي هو الدكتور البرنس اللي هو عايز يتفندق وعايز يطلع بالصوره بتاعه، هيدفع في صوره مبلغ حلو، بس انا هعمل له فوتو سيشن ونديله بالظبط فوتو سيشن محترمه، فاهم قصدي؟ يجي لي الاستوديو وتصور وبتاع ويستخدمها. دكاتره بتستخدم الصور لحد دلوقتي يعني، اي كورسات اي حاجه جيم. يعني انا دايما كنت اللي هو انا مؤخرا كده ابص في اي بوسترات كورسات كده، اي صوره حلوه كنت انا اللي مصورها جيم. وفي حاجات بالبوردز نزلت على البحر وفي اسكندريه، وحاجات نزلت برضه هنا في القاهره وبتاع. حلو. ولقيت نفسي قوي في الحته دي. بس كان فوتوغرافي بس. كنت ممكن اروح اصور العياده مثلا للدكتور برضه، صور حلوه، صور برضه ستيل مش فيديو. بالظبط. لحد ما في مره جد دكتور بعد ما صورته السيشن واحنا ناصبين الاضاءه وكل حاجه، قال لي طب اقول لك ايه، انا عايز اصور فيديو
اتكلم عن التقويم والزراعه وكده يعني في الفيديو بتاعي. قلت له بص، هو انا مش فيديوجرافر، بس انا هصورك فيديو وانت خده روح لمونتير يمنتجه لك وايه وتعامل. كنتش لسه تعرف المونتاج او لسه ما اتعلمتوش؟ بالظبط. انا كاتب عندي في احلامي ان انا اتعلم مونتاج مثلا بقالي 10 سنين مثلا. بس ما جاتش الفرصه وما جاتش في دماغي يعني. فقلت له خد يعني روح منتجه عند حد. المهم خد الفيديو بتاعي وبعد كده راح لمونتير. بعدين رجع لي بعد 15 يوم قال لي الفيديو خلص بقى وعايز اوريه لك اخد رايك وبتاع. وانا بصيت على الفيديو لقيته كويس؟ لا وحش جدا. وحش جدا جدا. وحش لدرجه مستفزه يعني. الفيديو المونتير، وده المفروض مونتير بروفيشنال شغال بقاله مش عارف 10 سنين ولا ايه، موت الفيديو. على فكره المونتاج بتاع نص ايوه ايوه وجاب الفيديو يعني عارف مثلا ايه، عامل انترو مثلا 15 ثانيه مثلا فاهم، وبعدين يجي بين كل سؤال وسؤال يحط الانترو. يا عم في ايه؟ انا عمال اتفرج حاجات عماله تتحرك. انت عارف انا ما بعرفش امنتج، بس عارف المونتاج الحلو شكله عامل ازاي. ايوه صح. فانا عندي السنس بس انا معيش التول. فانا استفزت فنيا يعني فاهم. فالدكتور بيقول لي ايه رايك؟ قلت له بص صراحه انا مش عاجبني خالص اللي حصل ده. فقال لي ليه؟ هو ما كانش فاهم في ايه يعني. قال لي ليه يعني؟ قلت له طب بص اديني 5 ايام هجرب انا حاجه كده، ولو عجبتك نبقى نتكلم بعد كده نشوف يعني نتفق يعني. خدت الفيديو وحاولت انت تعمله المونتاج؟ خدت الفيديو اتعلمت المونتاج في 3 ايام. دخلت كده الاساسيات البريمير ازاي تعمل ازاي تقص ازاي تحط كلام ازاي كده ازاي كذا كده في 3 ايام، وعملت الفيديو في يوم. تمام. بسيمس هو مثلا بيقول عايز نسال سؤال ايه هو تقويم الاسنان، رحت كاتب على الشاشه ما هو تقويم الاسنان وصوت كيبورد وبتاع كده فيد كده ما هو تقويم الاسنان وحاجه كده ماسك كده يروح يريفيل الكلمه وصوت كيبورد. انا شايفه بجد انا فيري سامبل، ولا انترو ولا بهرجه ولا كل الافلام اللي كان عاملها دي. بعت الفيديو للدكتور قال لي يا نهار ابيض ايه الجمال ده، انت يا عم ازاي انت فهم بقى الوحش اللي انت كنت بتقول عليه بالظبط. قال لي انت ليه من الاول سبتني مع الواد ده يطلع عيني وخد مني ما اعرفش كام وبتاع وانت بتعمل المستوى ده. قلت له والله ما كنتش فاضي بس يعني ما قلتلوش انا لسه متعلم دلوقتي لسه متعلم في 3 ايام اللي فاتوا. فقال لي طب انا عايزين بقى نشتغل وبتاع وكده. قلت له طب خلاص يلا بينا يعني. وبعدين ايه اشتغلت معاه ولقيت الفيديو فلوسه حلو. الفيديو احسن. انت الدكتور بيجي تصور سيشن مره كل 3 4 5 سنين، انما الفيديو انت كل شويه عايز تتكلم في حاجه جديده. صح. فبدا الموضوع في عيني يحلو يعني اللي هو الفيديو. بعدين بدا بقى دخلي 80% من دخلي بقى من الفيديو. وانا بقى خلاص خدت ثقه في موضوع المونتاج ده. خلاص انا بصور فيديو وبمنتج وبصور فوتوغرافي خدت انت مصور وفيديوجرافر وبتمنتج كمان. بالظبط. وبعدين ده بقى ايه خلاني طمعت. انا طبعا كنت بميل على يحيى في المونتاج فخلاص ما بقتش اميل عليه. انا خلاص انا بقيت منطلق بقى لوحدي. فالقناه بتاعتي لسه موجوده لحد دلوقتي اسمها منعش استوديو. يعني انا في قناه منعش في قناه منعش استوديو لحد دلوقتي موجوده. بنزل عليها بس على فترات يعني. بدات اتكلم بقى عن التصوير واعمل بقى افكار وتصوير فني بقى عادي. انا خلاص سبت الدنتال يعني. القناه حتى انت لو دخلت عليها هتلاقي في الاول فيديوهات كان دنتال، بعد كده خلاص سبت الدنتال رحت متكلم بقى فوتوغرافي عادي، تصوير فني بقى ازاي تصور صور فنيه. الباك جراوند بقى بتاعتي اللي انا ايه زي ما بقول لك بنيتها في سنين، والحاجات اللي هي المسابقات والحاجات اللي كنت بحبها دي بطلع اتكلم واحكي كل ده قادر تتكلم فيه بالظبط. بس طبعا ما كانش فيه دخل خالص، لسه الموضوع ميت خالص، ما حدش بيتفرج، قناه ضعيفه جدا. انا كان حلمي ان قناه يعني في يوم من الايام كان حلمي ان قناه منعش استوديو بتاعه التصوير دي تضرب واقدر اجيب منها دخل. كان هيبقى حلم حياتي لان انا وانت بتتكلم في شغفك اللي هو هي دي وبعمل حاجه بمزاجي، مش شغال مع كلاينت، مش مقدر موهبتك. وكان حلم حياتي ان انا اعرف ادخل دخل من حاجه انا اللي ليا فول كنترول عليها. حلو. لان انت برضه لما تشتغل مع كلاينتس انت برضه شغال عندهم، ما تعتبرش ان انت انت فريلانسر، انت مدير نفسك، لا الكلاينت هو اللي مديرك. هي دي. فكان نفسي جدا، كان حلم بالنسبه لي موضوع ان انا ابقى صانع محتوى في حته منعش استوديو. ساعتها ما كانش في موضوع الاكل ده ولا خالص، كانش لسه منعش بس ما بدايتش لسه بالظبط. لحد ما جه. طبعا انا كنت مقصر في القناه برضو، مش مستمر لان انا برضو ايه ما بحاول ما كانتش بتجيب فلوس. فكنت كل ما اعمل لي فيديوهين 3 كده الاقي ما فيش فلوس او حاول تشتغل في الامل حاجة. ان انا عشان اصلا احقق شروط الارباح بتاعه اليوتيوب بعيد قوي، فاحباط بقى فاهم. تعمل فيديوهين 3 تزهق تروح موقف تركز شويه في شغل. نتكلم في الحته دي لان هو الناس بتبقى فاكره ان انت لو جبت كاميرا وعملت ريفيو لمنتج او لاكل او لاي حاجه الموضوع بسيط وهيجيب فلوس وهتتشهر والموضوع يشتغل. للاسف مش كده خالص. مش الوضع مش كده خالص فعلا. الموضوع يعني في صعب عشان انت تبدا اصلا تحقق الارباح.
الموضوع خد سنين معايا، خد معايا سنين. فكنت زي ما بقول لك شغال بقى في اليوتيوب، زائد بقى موضوع الدكاتره والبيرسونال براندنج والفيديوهات وبتاع. بس انا الحمد لله افتكر يعني في 2019، في اخر 2019 في شهر من الشهور كنت وصلت للبيك بتاعتي في شهر كده، اللي هو ما شاء الله انا ببص للدخل اللي داخل الشهر ده من الفيديوز وبتاع، كنت ما شاء الله كنت مبسوط جدا جدا، فخور ان انا وصلت للموضوع ده يعني. واهلي بداوا برضو يحسوا ان انا شغال واقتنعوا كده. بعدين بقى جت الكورونا مدمره احلام ناس كتير قوي الكورونا. انا الكورونا لغتني من الحياه. انت بتشتغل تصوير وايفنتات، لا في تصوير ولا في ايفنتات. انت بتشتغل هاي اند فوتوغرافي وفيديوغرافي لدكاتره معينه، والسيرفيس بتاعتك غاليه، مش سيرفيس رخيصه. العيادات قفلت اصلا، وانت بقيت بريورتي مثلا رقم 1000 عندهم بالزبط. عشان يجوا لك اصلا. ده حقيقي. فخلاص بقى انت اتلغيت. انا قعدت سنه في البيت. قعدت سنه في البيت حرفيا يعني. دي فتره تجيب كآبه. جالي انا حجزت سيشنز اونلاين نفسيا من كتر ما كنت وصلت حقيقي لمرحله صعبه بجد. كان الموضوع وحش قوي يعني. وبعدين كل اللي حواليك بقى شفت يجي يقولوا لك شفت اسنان كانت احسن لك. لا المشكله ان هم مش بيقولوا لك. مشكله انت بتسمع من طرف ثالث. يعني ممكن ان يحسسوك ان هم عادي، بس انت تسمع حد كده يقول لك خلي بالك هم حاسين كذا كذا، فانت تحس بقى ان انت ايه. ايوه. بس انا عمري ما حسيت لو للحظه ان انا الحل ان انا ارجع تاني للاسنان. يعني انا خلاص، انا من 2018 ده يوم الفويس اللي قلت لك عليه ده، انا الموضوع بالنسبه لي انتهى. انا ماشي في السكه دي مش عارف بقى توديني فين. انا ماشي في السكه دي وبعافر ومش عارف هتوديني فين، وخلاص انا مش شايف ان الحل ان انا ارجع تاني، لان انا حاولت 8 سنين يا جماعه. يعني انا حتى كنت بتخانق معاهم في البيت، اللي هم بيقولوا لي طب مش تدي انت يعني ما تدي فرصه طب للاسنان. يا جماعه انا اديت فرصه للاسنان 8 سنين. انا بقالي بس سنتين اشتغلت، فتحت عياده ونقلتها واشتغلت عند ناس واشتغلت في تخصصات مختلفه وخدت كورسات يعني فانا دلوقتي يعني بقالي سنتين بس في البيزنس اللي هو التصوير والحاجات اللي بحاول فيها دي، فما لحقتش. ومنهم كورونا كذا شهر، فاللي هو يا جماعه يعني سيبوني كده يعني، ما حدش يضايقني. انا بجد ما كنتش ناقص يعني. ايوه انا مش ناقص، ما تضايقونيش، انا فعلا مكفيني يعني. هي دي ففي كورونا بقى حاولت تعمل ايه بعد في كورونا؟ ركزت في القناه اكتر بتاعت منعش استوديو. كانت اسمها منعم استوديو، بس انا جيت بعد كده عشان البراند يبقى كله بقى ماشي مع بعض. انا كنت لسه انا مش عايز اقول منعش دي بصوت عالي، كنت فمنعم منعم استوديو بالظبط. بقت منعش استوديو. هو جايه من هنا منعش. بالظبط. وقعدت انزل فيديوز وبتاع ما اعرفش ايه، برده ما كانتش بتتشاف قوي في الوقت ده. اتعرفت على صديق ليا يعني صاحب فضل كبير عليا، اسمه عمرو شريف، صانع، انت عارفه طبعا، صانع محتوى بتاع الاكل. يس. هو يعني نسيب يحيى يعني. اوكي. حلو الكلام. ايوه نسيب يحيى. فاللي حصل ايه، كان عمرو كان يجي يقعد معايا، فكان ايه الاخبار، انت بتعمل ايه؟ فهو كان بيعمل ساعتها فلوجز وبتاع، كان لسه ما دخلش في موضوع الاكل ده. وانا انت بتعمل ايه؟ انا بصور وبتاع. وبعدين مره قلت له عمرو تعالى اصورك صوره، ففعلا صورت صوره عجبته، انبهر جدا. اللي هو احلى صوره لحد دلوقتي، هو بيقول لي احلى صوره صورتها في حياتي يعني. عملت فيها فكره كده يعني، ممكن اوصفها يعني، ممكن ابقى ابعتها لك لو ممكن ممكن تبعتها لنا ونحطها نوريها للناس. يعني كان هو كنت انا عمال اصوره وهو معاه الحاجات بتاعه الفلوج اللي هو الجوريلا بود بتاع ده والكاميرا. فهو عايز يعني انا يمسكها كده، بقول له امسكها كده مش حاسس بتاع. بعدين قلت له بقول لك ايه، انا عايزك تلعب كده مع البتاع كانها مثلا بيبي صغير، حطه. فراح جاي حاطط الجوريلا بود على كتفه كده وباصص لها كده كانها ابنه او حاجه. وانا طلع فيها فكره. انا كنت دايما احب القط اللقطه. ايوه يعني انا ما بحبش اخد الدكتور وهو واقف مبتسم لي كده مثلا اروح لا انا كنت احب ايه، اضحكه مش عارف ايه، اغفله اروح لقطه تبقى يطلع من عندي احلى صور، تطلع صوره طبيعيه اكتر من هي دي بالظبط. انا دي كانت مدرستي جدا يعني، وده اللي كان بيبهر الدكاتره، اللي هو واو يعني لو انت ازاي خدت مني البوز ده. بالظبط. وكتير اصلا لما بييجوا يتصوروا بيعرفوش ياخدوا بوزز قدام الكاميرا، فهم محتاجين حد يعرفهم انه ده بالظبط. انا عانيت من ده يعني. لما رحت اعمل مره سيشن حسيت ان انا لا انا كنت كويس يعني. بعدين يطلع مني احسن من كده، بس عشان الموضوع دمه تقيل يعني. فاكر حد قاعد يقول لي بقى حط ايد، طب نبص كده على النت، بص حط ايد هنا وايدك الثانيه حطها كده. ايه يا عم، انا حسيت ان انا متشنج يعني. لا انا
بوز طبيعي يعني، مش عايز ابقى انا حاسبها كده وبتاع، تبقى مصطنعه جدا. انا كنت بقول ايه؟ تبقى مصطنعه جدا. فكنت بقى بتكلم مع عمرو كده، فبقول له انا بعمل فيديوز على النت برضو محدش بيشوفها. فعمرو بص كده على الفيديوهات فقال لي بص يا منعش، هي مشكله ان الفيديوهات وحشه. ودي بقى كانت اول صدمه ليا في موضوع هنا. انا زي ما بقول لك من شويه ايه، انا حد بيقول لي نصيحه انا باخدها واغيب وتلاقيني رجعت فهمت اللي فيه. انا كان اول مره حد يقول لي فيديوهاتك وحشه. انا كنت متخيل ان انا علشان بصور فيديوز حلو، فانا لما اصور لنفسي فيديو هيبقى حلو كصناعه محتوى. ايوه يعني ان انا لما هطلع قدام يعني هفتح الكاميرا واتكلم فكده انا عملت فيديو حلو. طلع لا، ان انت اصلا صناعه المحتوى ده في حد ذاته فن اصلا. بالظبط. ان انت ازاي تعمل فيديو، انت شاطر ورا الكاميرا، لما تيجي قدام الكاميرا في حاجات بقى انت لسه مش عارفها. بالظبط. ازاي تخطف الناس، ازاي تعرف ان انت تخلي الفيديو الفيديو مثلا 10 دقائق عايز الناس تتفرج على الاقل على 8 دقائق منه عشان اليوتيوب يزق لك الفيديو ويعمل له يعني والناس تتفرج. فانت ممكن تعمل فيديو ممل الناس من اول دقيقه دقيقتين تزهق. وازاي اول 10 20 ثانيه يبقى فيه هوك يخلي الناس عايزه تعرف مثلا. فانا جيت ايه يعني، انا خدت الليسون ده مخي وداني بقى، قلت اعمل ايه، رحت جاي فاتح جوجل كروم قدامي ورحت ايه فاتح قنوات التصوير اللي فوق في التابس كده، قنوات التصوير التقيله قوي وقنوات التصوير التعبانه والقناه بتاعتي، وقعدت اتفرج على قنوات التصوير التقيله وشوف بيعملوا ازاي والفيديو متقدم ازاي وبيتكلم ازاي. بعدين اتفرجت على فيديو على قنوات التصوير التعبانه، انا اتفرجت على قناتي لقيتها فعلا اقرب لقنوات التعبان. انا فعلا قريب ليهم جدا في الاسلوب، في الملل، في الطريقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه واهلا بيكم. وانا دكتور احمد منعم يتكلم معاكم عن التصوير والفن التصوير مش كده، هو عايز تخش كده تقول له يعني فاهم قصدي، تروح أيوة كده فاهم قصدي، خطفه في خطف كده ليها طريقتها يعني فاهم بالظبط، ليها دخله ان هو يتخض كده مش عايز يقفل، انا عايز اشوف وتحمسه ان هو يتفرج للاخر تعمل كذا كذا. وانا برضو كنت ايه يعني، انا دلوقتي انا بتكلم معاك عادي كده، انا في زمان ما كانش عندي الثقه ان انا اتكلم قدام الكاميرا، ان انا اوبن اب قدام الكاميرا بشخصيتي. طول الوقت انا كنت متخيل ان انا الشخصيه الحلوه بتاعتي اللي هي المصطنعه اللي انا ايوه بالظبط، انك تعمل لنفسك شخصيه تبقى الشخصيه مصطنعه، فانت بتقول حاجه معينه بتتصرف بطريقه معينه بالظبط. بالعكس الطبيعي هو اللي يبان. انا بتفرج على الفيديوهات بتاعت زمان دلوقتي باين جدا مش مرتاح. بالظبط، بينعكس على اللي بيتفرج. فانا كنت ناقصني برضو مع ان انا بقى بدات اظبط في الفيديوهات شويه وبقت احسن سيكه، بس انا ناقصني الثقه ان انا اوبن اب قدام الكاميرا وانطلق وزي ما انا سايب نفسي يعني. هي حاجه تخوف جدا لان انت هي حاجه تخوف، بس هو ده اللي بيوصل هو ده اللي يوصل للناس بالظبط. ان انت بص هي سهله بس صعبه جدا. صح. يعني هي سهله ان انت تبقى على طبيعتك، يعني انا كنت ببقى على طبيعتي قدام الكاميرا، بس لما ابقى عارف ان الفيديو ده ما حدش هيشوفه. اول ما ابقى عارف يعني انا عندي فيديوهات من 2013 قدام الكاميرا بتكلم فيها الكاريزما وفيها منعش اللي هو بتاع دلوقتي، بس انا الفيديوهات دي انا مصورها عارف ان انا بس اللي هتفرج عليها بالظبط. اول ما تشوف فيديو ان انا مصوره للناس شخص تاني. فهي بقى هنا برضو ربنا كرمني هو نصحك النصيحه دي، قال لك فيديوهاتك وحشه وانت خدت بالك. هو نصحني فده حسن لي فيديوهات، بس كان لسه ما عنديش الثقه ان انا على طبيعتي. اللي خلاني بقى اخد الثقه تماما ان انا اسيب نفسي كده قدام الكاميرا بغلطاتي إيه يعني بقى؟ هو ده منعش. ان كان بقى ايه في مره عمرو كان بيكلمني فبيقول لي انا عندي مش عارف عايز اجيب كاميرا زي اللي عندك وبتاع. انا طبعا كان عندي كاميرات وحاجات عشان انا اصلا فوتوغرافر وكده. فقلت له طب بص انا هاجي لك بالكاميرات والحاجات بتاعتي تجربها عندك، لو عجبتك ممكن تشتري زيها يعني. قال لي طيب خلاص. انا كنت بصور حلقه الكتكات اليابانيه، ما كانش في مقاطعه ساعتها برضه عشان الناس نوضح ايه. كان جايب كتكات من اليابان وبتاع، وكان الحلقه دي هو محوشها مش عايز اصورها لوحده، عايز اصورها مع حد يعني عشان يبقى فيها اختلاف فيها بالظبط. فقلت له خلاص طب انا هاجي لك. انا رايح على اساس ان انا هصوره مخرج يعني، هبقى مخرج انا يعني، هنجرب الكاميرات واصوره من ورا الكاميرا. هو فهم ان انا قصدي ان انا اروح اصور معاه الحلقه وانا ما كنتش فاهم كده، مش دي نيتك بالظبط انت رايح عليه. فرحت وظبطت الكاميرا وبتاع وواقف ويقول لك يلا تعالى زي الراجل الطيب قاعد بيلعب فايه قال لك تعالى اقعد جنبي يلا. قال لي تعالى يلا اقعد. قلت له اقعد فين؟ قال لي تعالى اقعد نصور سوا. قلت له نصور سوا. لي هي الحلقه موجوده لحد دلوقتي، الناس ممكن تكتب الكتكات اليابانيه هتطلع لهم على طول على قناه عمرو الشيف يعني. بس فانا في الاول الحلقه كنت شويه ايه يعني متاخد شويه كده وبتاع، بعدين انطلقت بقى
انطلقت سبت نفسي. انا اصلا في الطبيعي مع اصحابي وكده انا دمي خفيف وبهزر بالظبط وكده، ده طلع قدام الكاميرا. طلع بقى قدام الكاميرا وبس بقى. هي دي كانت البدايه. لما طلعت مع عمرو الكومنتات على الفيديو ده 99% من الكومنتات عليا، صاحبك ده فظيع، صاحبك ده دمه خفيف، صاحبك ده مش عارف ايه وبتاع. ده اداك ثقه. وفي النص كده كان في شوكولاته عجبتني، فانا بعفويه كده بقول له ممكن اخد واحده لمراتي. انا بقولها عادي، لقيت بقى البنات ايه في الكومنتات بقى ياخد واحده لمراتي وبتاع. وبعدين استغربت بقى الموضوع، يعني الموضوع لقيته ايه، انت بترمي الحاجه بتلقائيه بتعلق مع الناس جدا. في حاجه بتعلق، انت تعرفش ايه هي. في حب فظيع من اول لحظه من الناس، مش طبيعي. انا ما شفتوش قبل كده، انا اتخضيت. بعدين بدأ بعد كده ايه، عمرو الدويتو حلو. طب عمرو قال لي تعالى معايا نصور فيديو التونه، برضه من الفيديوهات اللي ضربت برضه نفس الكلام. فيديو السوشي. فيديو السوشي ده انا بكرهه لان انا اتشتمت فيه جامد. ليه؟ لان انا ما بحبش السوشي، ما بحبش السوشي خالص، وعملت رياكشنات على طبيعتي برضو. فالناس شافوا ان انا بستخف بالشيف اللي بيعمل الاكل. مع ان انا قايل له من قبل الحلقه ان انا ماليش فيه. فقال لي عادي عادي. قلت له هبوظ لك الحلقه، قال لي عادي عادي. فالناس شافت في الكومنتات ان انا قليل الذوق معاه، ان هو الراجل واقف وعمال يقطع وبتاع وانا عمال ارجع وبتاع. فالفيديو ده انا بكرهه يعني. عدى المليون فيو دلوقتي. يعني الفيديو اللي انت كاره هو اللي وينت فايرال. ايوه بالظبط، وينت فايرال والناس مش حابه اللي انت بتعمله بالظبط. على فكره انا من عشاق السوشي. انا ادي له فرصه ثانيه، وانا اديك اماكن تخليك تصلح التجربه دي. لا ماشي خلاص. بعد كده بقى بدات ان انا ايه، الناس تشوفني في الشارع تقول لي مش انت صديق عمرو شريف؟ يعني انا مشهور كل فيديوهاتك اللي ضربت عند عمرو شريف. عمرو شريف بالظبط. انت صديق عمرو شريف، صديق عمرو شريف، ما حدش عارف اسمي اصلا. صديق عمرو شريف. ممكن حد يقول لي منعش مثلا، بس انا برضو ما كنتش بقول منعش قوي برضو. يعني كنت انا برضو كنت احمد عبد دكتور احمد منعم. دكتور احمد منعم اسم يعني اسمه مركب. دكتور احمد منعم. فجت بقى ساعتها بعدين كنت انا بقى ايه، جيت في لحظه كده حسيت ان انا طب ما انا عايز اعمل ان الناس بتيجي الناس حبيتك خلاص في القناه الثانيه، ليه ما تعملش في قناتك انت بقى؟ بالظبط. هي الناس بعد عمرو جت على قناه التصوير. قناه التصوير ضربت، حققت الشروط وبدات ادخل منها فلوس. حلو. فرحت قوي. شهر شهرين 3 ما بقتش اتدخل حاجه تقريبا، اتدخل بسيط قوي. ليه؟ لان الناس جايه عشان بتحبني، بس بتبص على المحتوى مش ده اللي هي عايزاه. بالظبط. هم مش عندهمش شغف، مش عايزين يتعلموه. احنا عايزين نضحك. حلو. فالاودينس اللي جه الاودينس اللي جه مش انترستد في التصوير، هو جاي عشان بيحب منعش بشخصيته. وانا في التصوير محتوى علمي اديوكيشن، فمش بعرف اطلع. حاولت ان انا احط تاتش كده تلقائيه، بدات اخد ثقه شويه، احط تاتش تلقائيه. فهتلاقي الفيديوهات اللي في الاخر في منعم استوديو هتلاقيني منطلق شويه، بس ستيل برضه هم عايزين الضحك البيور ده، الضحك مش عايزين مش داخل اتعلم، مش داخل اخد كورس. بالظبط. يس. فجت هنا بقى في دماغي الفكره ان انا ايه، اعمل قناه اكستنشن لمنعش استوديو، ويبقى فيها كونتنت فن. قناه جديده. وعمرو كان ساعتها قال لي ما تعمل منعش قناه تانية وسميها منعش، الاسم بتاعك انت فيه ايه، الاسم ده حلو جدا وبتاع، واسمع مني وهتضرب وبتاع. ساعتها انا ايه، سالت 2 صحابي و2 من اهلي. تمام. يس. ف2 صحابي شجعوني جدا جدا على منعش. على منعش. وانت عندك كل حاجه وبتاع، ما تعملها. 2 من اهلك قالوا لك لا؟ قالوا لي لا، قالوا لازمتها وبتاع. فانا كان ردي على اهلي بقول لهم يا جماعه، يعني انا اتشهرت بالموضوع ده عند عمرو، والناس حبتني عند عمرو، والناس بتشوفني في الشارع بتصور معايا علشان الموضوع ده. فانا اخد الباكج كلها واجي عند الفلوس اقول لا. يعني بتمرمط بقالي كتير قوي. ما هو انا لو انا رافض المبدا، ما انا ما اطلعش مع عمرو بقى اصلا. ايوه بالظبط. انما انا بقى اروح اطلع معاه والناس شافتني وحبتني. طب ما اعمله ليا، ما اعمل حاجه ليا. ايه المشكله؟ مع انه واضح ان يعني هو ربنا بعتها لك كده قدامك ان هي حاجه فعلا. هم شايفينك بتكمل سلسله الاخفاقات من بعد طب. سبت طب ومسكت الكاميرا ما نفعش، فانت تعمل فيديوهات على اليوتيوب. طب اسنان، بعد كده تصوير، بعد كده قناه تصوير، بعد كده قناه اكل. انت هتبقى بتعمل فيديوهات بالظبط. فكارثه. خلينا فكرني في الاخر اقول لك انا يعني كنت شايف القناه ازاي في الاول ودلوقتي شايفها ازاي. يعني الموضوع ده برضو فكرني، مهم اقولها في الاخر. ماشي. حلو. فانت خدت راي 2 اصحابك شجعوك، 2 اهلك من اهلك احبطوك شويه. بس انت مشيت ورا اصحابك. بس انا حاسس ان هي دي حاجه، يعني مشيت ورا نفسك وورا اللي شجعك. جميل.
انا ساعتها فاكر كنت بكلم عمرو واقول له انا مش عارف اعمل ايه الكونتنت. ايه الكونتنت. فنزلت سوبر ماركت جنبنا كده كان بيبيع حاجات مستورده، فكان عنده اللي هي المشروبات اللي هي المارس وكده، المشروبات اللي هي ميلك شيك دي. يس. جبتها وجبت الاندومي الكوري الحراق، يعني قلت دول حلقتين، اول حلقتين في القناه. وصورت اول حلقه بتاعت بتاع دي مشاريب وبتاع، وبعد كده عملت حلقه الاندومي الكوري دي مع عمرو. القناه حققت الارباح من تاني فيديو جامد. تاني فيديو ده اللي هو عملته مثلا في خلال 4 ايام مثلا حققت الارباح، وصلت 10,000 سبسكرايبر. الناس جت هجوم اوريدي عارفينك واوريدي دمك خفيف واوريدي عندك منعش عمل قناه. بالظبط، هي بس هم عرفوا ان منعش عمل قناه، كله جا جري بقى ومبسوطين وعايزين يشوفوا بقى منعش بقى بيعمل ايه يعني. وانا كنت في الاول بقى ايه يعني مبسوط بقى، والبتاع بدا ايه اللي بيحصل اخيرا المردود يشجعك تكمل. انا بقى عندي بقى زي ما بقول لك، انا عندي باك جراوند في الاضاءه، عندي باك جراوند في التصوير، عندي باك جراوند في الفيديو، عندي باك جراوند في المونتاج فبتطلع الحاجه اللي انت عايزها. وعندي الشخصيه بتاعتي، ما عنديش ريستريكشن. يعني انا اعرف في يوتيوبرز كتيره هو ما يعرفش يتعامل لوحده، هو محتاج يكلم الفيديوجرافر، محتاج يكلم المونتير، ومحتاج يكلم بتاع عشان يطلع فيديو حوار. انا بالنسبه لي كان سهل. انت كل ده انت اوريدي بتعمله بالظبط. زائد ان انا طالع بشخصيتي، فحرفيا كنت حاسس في الاول ان انا ما بعملش حاجه. انا طالع فاتح الكاميرا بهزر بالظبط، فاهم يعني الموضوع في الاول اندومي حراق. ايوه الموضوع الاول كان فن، دلوقتي بدا يعني يتحول لشغل شويه، بس بحاول دايما ان انا ارجعه ان هو يرجع يبقى فن تاني يعني. بس ساعات ما انكرش دلوقتي بعد ما تحول لشغل وبقى مطلوب منك مطلوب منك. بس في الاول انا كنت بلعب، يعني لو انا بفتح الكاميرا وبلعب ورياكشناتي الطبيعيه، والناس عاجبها ده، الناس عاجبها جدا، مفيش مجهود مبسوطه قوي يعني. بالزبط. انا واحد صاحبي يعني كان في اسيوط، ما اتعرفت عليه في اسيوط يعني، قال لي وانا عشان انت قعدت تلف وفي الاخر وصلت لنفسك. قعدت بجد يعني عجبني قوي المصطلح ده، يعني انت في الاخر طلعت يعني بيقول لي انا بقعد اكلم الناس يا جماعه والله العظيم هو كده بالظبط على الحقيقه، يعني هو كده، هو مش بيصطنع اي حاجه ولا بتاع، هي دي شخصيته هو، بس ان انا خدت الثقه ان انا ايه اطلع بشخصيتي دي قدام الكاميرا بس، ذاتس ات يعني. فانا في الاول كنت مش عارف قوي انا بعمل ايه، فدخلت عملت فيديو جيمنج فشل ذريع. كنت بعمل هاكس كده، هي موجوده لحد دلوقتي على القناه، بس لو رجع يعني فضايح دي موجوده. فضايح موجوده مش يعني سطحيه شويه بتاع، بس قشطه يعني. بس انا عمري ما عملت حاجه مبتذله يعني، عارف اللي هو ايه. انا برضو عندي زي ما بقول لك باك جراوند، عندي رولز، فالرولز دي انا ما بكسرهاش. فاكتشفت برضو مع الوقت ان الناس مقدره ده جدا يعني. انا برضو في الاول انا طالع بشخصيتي بطبيعتي بتربيتي بكل حاجه، ناس لقيتها اللي هي ايه، احنا مبسوطين قوي ان في محتوى نضيف كده، احنا بنخلي ولادنا تتفرج عليكم واحنا مطمنين. بالظبط، المحتوى دمه خفيف وما فيهوش اي مشاكل ولا مخالفات ولا اي حاجه، فاهم قصدي. فالناس مبسوطه. انا في الاول ما كنتش اعرف ايه المميز اللي انا بعمله، بعد كده اكتشفت الناس هي عاجبها منعش بشخصيته بدماغه بالحدود اللي هو حاططها، بان هو عنده ليميتس، مثلا ما بيحطش مثلا ايحاءات ولا بيعلق تعليق بشكل معين بتاع. فالمحتوى فعلا مناسب لكل العيله، مناسب لكل الطبقات، مناسب، وهي دي شخصيتك اصلا، وهي دي شخصيتي وكده. طب ايه، طيب اعمل ايه في المحتوى؟ انا بقى ايه، انا من اول يوم برضو كنت مؤمن ان انا اعمل محتوى يعني احترم المحتوى. يعني انا كنت بحب اعمل في القناه عندي اللي انا احب اشوفه، يعني انا ما بعملش اكتر من اللي انا احب اشوفه على النت. يعني انا بشوف النت مليان اصطناع، مليان فيديوهات سطحيه، مليان ناس بتمثل. انا نفسي بشمئز لما اشوف حد مثلا بيمثل قدامك وانت عارف ان هو بيمثل، فبتحس كده اللي هو تقيل قوي. بالظبط. او تحس مثلا ان هو مستهدف مثلا ناس سطحيه، بيستخف بعقلك وانت فاهم ان الموضوع مش بجد. فانا لما جيت بعمل محتوى، فكل ده انا حاطه في دماغي، فبعمل الحاجه اللي انا لما بخلص الفيديو بتفرج عليه بحب بتفرج وبقعد اضحك مع الناس كاني متفرج. عجبك بالظبط. انا ايوه انا لسه كنت بقول له والله، واحد صاحبي كان بيقول له انا فاكر انا بحب محتواي جدا، بحب قناتي جدا، بحب اتفرج على نفسي يعني جامد. مع ان مش ناس كتيره بتحب تتفرج على نفسها. ما بحبش خالص. ما عرفتش اشوف اي حاجه صورتها، ما بعرفش اطلع زي الفل والله. كويس، طيب اديني شجعني كده. حلو. فانا مبسوط باللي انا بعمله يعني. بعدين ايه، طب هعمل ايه؟ فكل كنت بحترم المحتوى. فانا مثلا عمري ما اقتنعت بالمحتوى اللي هو التشيب. يعني مثلا انا مثلا مولتو مثلا نزل كروسو جديد، ما اروحش اجيبه واعمل حلقه. طب ما انت ممكن تشتريه ب5، هو مش حوار يعني. قصدي اللي هو ايه، لو انت عايز تجربه، ما انت هجربه 5 باوندز اواي من ان انت تجربه. ايه الحوار ان انت تشوفني بجرب مولتو يعني، فاهم قصدي. بعدين هجربه هقول ايه بالظبط.
فكنت بجيب بقى حاجات اللي هي مش معتاده، الحاجات اللي انا في الطبيعي عمري ما هجربها بالظبط، يا اما غاليه قوي يا اما عايزه مشوار بتتباع في اماكن يا معينه اما غريبه بالظبط. فكان في برضه سوبر ماركت كده في اسكندريه كبير، ده بقى ايه كان عشت عليه فتره يعني. ده محتوى 100 فيديو كنت بسميه مثلا اكل الاغنياء، كنت بسميه، كانت في سلسله برضه كنت في فتره كده كنت مركز فيها اكل الاغنياء. كنت اروح الاقي بقى الباشون فروت والدراجون فروت، الفاكهه مثلا ب 300 جنيه ب 400 جنيه، كيلو طماطم ب 600 جنيه 700 جنيه مش عارف، فلفل ب 1000 جنيه، حاجات بقى حاجات غريبه جدا، بطيخه صفراء بطيخه بطيخه من غير بذر والحاجات دي كلها بقى. وبعمل كونتنت بقى، اروح اجيب حاجات كده مش عارف واقعد اتكلم واقعد اعلق وبتاع واعمل كومنتات ورياكشنز الاكل، وعجبك ولا مش عاجبك. ايوه بدول بتاع والناس مبسوطه قوي يعني، هو الواد ده طبيعي قوي مضحك بيضحكنا لذيذ، فاهم قصدي كده يعني. وانا يعني مبسوط برد فعل الناس وبتاع بالظبط. بس فضلت برضو مكمل في الموضوع ده شويه، ما كنتش حابب ادخل قوي في موضوع الاكل يعني، كنت شايف ان انا مثلا ايه. طب الاستوديو بتاعك وانت بتصور الحاجات دي جهزته ازاي يعني؟ كان لا انا الاستوديو انا سرقت الليفنج روم، قلت لمراتي انا عايز الليفنج روم، طلعت الكنب بره ورمينا في بقيه الشقه، ورحت دهن حيطه سودا زي الحيطه دي كده، نفس الخلفيه اللي موجوده لحد اي حلو. دهنت. لا بس انا دلوقتي خدت استوديو بقى مستقل عن البيت ده. اوكي. بس هي نفس الحيطه السودا يعني، هي الايدنتي بتاعتي، الحيطه السودا دهنتها، الترابيزه بتاعت من ايكيا، الترابيزه البيضاء بتاعت ايكيا دي معروفه بالظبط. احنا عندنا ابلكيشن مصورين فيه بنفس الترابيزه بتاعت ايكيا دي. اوكي. هو كان اوكي الخلفيه سودا برضه. اوكي نايس. وبجرب يعني ذات سيمبل يعني، هو محتوى يعني ما بحبش بهرجه، ما بحبش ان هو انت سيمبل مركز بس في الايه. ايوه بالظبط، انا اجيب الحاجه الترابيزه احط عليها الحاجه وانا والكاميرا بس انا والناس بس. جميل. وكان يعني في الاول كنت بصور في البيت، ففي جو عائلي بقى، ممكن يحصل دوشه، يحصل العيال تدخل ندخل كل الحاجات دي تبوظ، بنتي تطلع شويه. انا بتكلم حتى في الفيديو ان انا ايه الاكل بعد ما هم، طب بص هطلع الاكل قبل ما يبرد يجربوا بره مثلا. ايوه. فالناس مبسوطه، حاسه بجو عائلي كده، اللي انت ايه بتاكل اهلك معاك، يخش في نص الفيديو يقول لك مش عارف ايه، فانت ترد عليه ما تشيلهاش. بالظبط. لا مش كل الناس بيبقى عندها الثقه ان هي تسيب الحاجات دي كلها. الناس بتحب البرفكشنزم كده. انا بقى في قناه منعش كان عندي برفكشنزم زمان، انا بقى ايه قتلته في قناه. عرفت ان البرفكشنزم ده مش بيوصل للناس اصلا. هي دي بالظبط يعني. بعد كده ايه، انا بقى في الفتره دي لو هتسالني انا عن احساسي بالقناه، انا كنت مبسوط قوي طبعا بالنجاح اللي انا حققته. بدات اشوف قدامي بعيني الدنيا بتكبر، وارقام وكومنتات، والحمد لله دخل احسن بكتير من اي حاجه عملتها قبل كده وكده. بس في حته جوايا كانت لسه القناه ملهاش فاليو عاليه قوي عندي جوه يعني. كان اللي هو مثلا كان جوايا نفسي ان انا انجح مثلا في منعش استوديو اكتر. عارف في حته كده جواك كده ان المحتوى يبقى بياد فاليو بالظبط. بالذات ان انا برضو كنت ساعات بعمل حاجات فعلا يعني، هو الضحك في حد ذاته فاليو. تمام يعني الضحك في حد ذاته فاليو، ان انت تعمل حاجه خفيفه وتضحك الناس، حاجه فاليو. بس كان نفسي يبقى فيه فاليو اكتر يعني. ساعات كنت بعمل برضو حاجات يعني فيها اخطاء يعني. مره انا فاكر مره عملت حلقه عن الجبن، ويحيى كان معايا شيء فبعت لي شيف من المالديفز قال لي بص انا بحبك جدا وانت راجل محترم وبحب اشوف الفيديوز بتاعتك، بس قلت له، قال لي انت حلقه الجبن دي عملت فيها كميه اخطاء، انا كشيف قاعد متعصب، والجبن اللي انت اكلتها ما بتتاكلش بالطريقه دي، وحاجات لازم، في حاجات لازم تتطبخ الاول، وفي حاجات فقال لي لو انت حاجه مش فاهم فيها يا اما تقرا عنها او تسال حد فاهم، وانا تحت امرك. فاهم انا احترمت، انا بقول لك بقى انا باخد حد بنقد بناء بالظبط، مش داخل يتنطط. انا دخلت قلت له شكرا ليك جدا جدا على رايك، وفعلا وانا فعلا غلطت. والفيديو برضه موجود، انا ما بشيلش حاجه يعني. اسمه ايه بتاع الجبنه ده؟ اكتب منعش جبنه هيطلع لك منعش جبنه. خوارزميات اليوتيوب هتجيب لك اي حاجه بالظبط. ايوه حلو. بس فاتعلمت برضو من يعني، انا باخد الدرس زي ما بقول لك، بروح على طول ايه اطبق يعني. فبدات تزود. بدات احضر. انا الاول كنت واخد الموضوع تلقائيه لدرجه ان انا مش عايز احضر حتى علشان يبقى الموضوع تلقائي. انا الموضوع كان واصل معايا في المصداقيه، لان انا مثلا لو انا شايل طبق هدوق قدام الكاميرا، ساعات انت وانت شايل الطبق كده ايدك يدخل في الطبق كده فيجي على ايه، فما احب ما اعملش كده، ما اعملش كده علشان ما اكونش، عشان الرياكشن الحقيقي يطلع قدام الكاميرا بالظبط. انا كنت واخد الموضوع، انا عارف قد ايه تبقى فعلا بتدوها لاول مره. بالظبط. انا لو ما بحبش امثل، حلو، ما بحبش امثل فاهم، فاروح مسحها بمنديل ولا حاجه وهجرب قدام الكاميرا الموضوع. فجيت مع الوقت لقيت ان برضو يعني هو حلو، بس في الحد الادنى من التحضير يعني فاهم. انت بتتكلم عن حاجه
تبقى فاهم برضو انت بتطلع. وبعدين بالذات برضو الموضوع الاول كان هزار، بعدين الموضوع قلب جد، قلب جد ومتابعين كتير وملايين وبتتفرج وبتاع وبعدين الفيسبوك فجأة انا كنت مركز بس على اليوتيوب، والفيسبوك كنت ايه برمي عليه كده الفيديوهات، فجأة كمان الفيس كمان ضرب معاك، الفيسبوك ضرب اكتر. انا الفيسبوك دلوقتي اكتر من ضعف اليوتيوب. هو الفيس اكتر في بطبيعه الحال فعلا بالظبط. فانا فيسبوك ضرب عندي ضربه مش طبيعيه، فالموضوع قلب جد، وبقيت انت تلاقي انت لما تغلط غلطه انت الناس بتديك على دماغك وبتتشتم فبدات اتحضر، فبدات ان انا يعني مش قوي برضه بعمل اخطاء يعني طبيعي يعني. لا بس بتحضر اللي هو المينيمم بالظبط. بس انا حتى ايوه بالظبط. بس انا حتى لما بغلط انا عمري ما طلعت اتنططت على الناس ان انا فاهمان. انا بالعكس انا بحب احسس الناس ان هي فاهمه اكتر مني، يعني هي دي اللعبه بتاعتي. لا وكمان انا بقول رايي، انا مش خبير في حاجه، بالظبط بقول رايي زيكم بالظبط. انا رايي ده غالبا هيبقى زي رايك، ما انت مش خبير انت كمان هي دي هي اللعبه دي. ما بحبش اتكلم ان انا ايه يعني فهمان بقى وانا البرنس، مع ان انا طبيعي لما انت تجرب حاجات كتيره قوي. يعني مثلا صح. اي حد عادي مثلا جرب في حياته 10 برجر 20 برجر، انا مثلا جربت 100 برجر، فعندي مثلا انا بقول مثلا يعني عندك الريفرنس اللي تقول عليه ده حلو وده وحش. وجربت في دبي وجربت في ابو ظبي وجربت في اسكندريه وجربت في القاهره فعندي يعني لما اقول حاجه فانا ملمسها على الاكسبيرينس اللي على قد يعني فكان السؤال بقى انت كنت بتساليني بتقولي لي على الموضوع ان انا كنت بصور الاول منتجات كنت بصور الاول منتجات وبتاع، بعد كده رحت رايح للاكل وكده. فايه سببه ده بقى يعني؟ انت كنت شايف القناه ازاي وبقيت شايفها ازاي؟ هو سببه صراحه الاولاني ان المنتجات خلصت مني. يعني انا كنت بروح السوبر ماركت، اكل الاغنياء المستورد ايوه خلاص ما بقاش فيه. انا بقيت اروح السوبر ماركت يعني حتى يحيى يفتكر كنت اروح السوبر ماركت، اكبر سوبر ماركت هنا في التجمع، مفيش حاجه مجربتهاش، كله جربته فاهم، كل الشوكولاتات دي جربتها وكل الشيبسات دي جربتها وكل مفيش حاجه، المحتوى بيخلص مني. فقلت بقى لازم ادخل على موضوع الاكل شويه. والحمد لله كان قرار صح جدا، لان هنا بقى بدات احس بفاليو القناه. ليه بقى؟ انا زي ما بقول لك في الاول كنت واخد الموضوع هزار وضحك وبتاع، وده في حد ذاته فاليو جميله جدا، بس دلوقتي القناه واصله الليفل الحمد لله بعد ما الدنيا ضربت جامد كده. انا يعني خلينا اعد لك المميزات. لما انا اصل في ناس مثلا ايه يا عم انت بتعمل ايه في حياتك، انت بتطلع قدام الكاميرا بتاكل. طيب خلينا اعد لك المميزات. ماشي، اول حاجه ده اكل عيش ليا، صح تمام، ولاهل بيتي، تمام. تاني حاجه الاكل اللي بيتجاب ده اللي انت شايفه كتير، والاكل ده في ناس بتاكله بتفرح بيه، انا باكله، اهلي بياكلوا ويفيد، الجيران بياكلوا، ممكن حد الراجل بتاع الامن بيروح له اكل، ممكن حاجات تطلع، مفيش حاجه بتترمي، جميل. فبرضه دي حاجه تالت حاجه للناس اللي هي مهتمه ان هي تاكل في المطاعم، ودي دول كتير فاليو ليهم لان قرار. انا بقول رايي بصراحه بمصداقيه، ففعلا ما بياخدوش مثلا يشوفوا حاجه مثلا انا مجرب حاجه مختلفه ويروحوا يلاقوا حاجه تانية. ده انا ما بظهرش في الصوره خالص، وجايب حد عميل سري بيروح هو يجيب الاكل، ما بطلبش حتى باسمي، والشخص ده مش معروف وعمري ما طلعت وشه على القناه، عشان التجربه اللي تيجي زي التجربه الحقيقيه. فنسبه المصداقيه عندي يعني ازعم يعني ان هي اعلى نسبه مصداقيه بالظبط. ما حدش من المطعم مش دافع لك فلوس، او انت مش بتعمل اعلان لحد. ده بالنسبه للناس اللي هي للناس اللي هي مهتمه بالمطاعم. للناس اللي مش مهتمه بالمطاعم بقدم لك محتوى دمه خفيف ولذيذ وما فيهوش اي مشاكل، وتخلي عيالك يتفرجوا عليه وانت في فاليو كبيره للمطعم نفسه لو عجبك. دلوقتي وصل الارقام، انا في ناس بتشير بعد حلقاتي بتقول لي يا جماعه احنا كنا هنقفل. بالظبط، كنا هنقفل، وبعد حلقه يعني انا عمري ما انسى البوست ده والله. يعني خليني اقول اسم المكان والله عشان انا يعني اسمه برنس الكيك. الراجل ده كان مشير بوست وكده، بعد كده انا عملت عنه حلقه، بعد الحلقه ما نزلت بشهر مشير كده قدامه ترابيزه كده علب كده كيك يعني، وبيقول يا جماعه احنا ما لا يشكر الناس لا يشكر الله، واحنا كنا بنقفل فعلا. وبعد حلقه منعش فرقت معانا جدا وبتاع بيوت ناس كتيره بتتفتح من ورا ايه ده دي. انا قاعد بنبسط، ده فاليو ليك انت شخصيا اصلا. الحمد لله بتحس بيها. انا مره في حد بعد حلقه من الحلقات اللي هو بتاع الدليفري بتاع البراند ده قال لي انت بعد الحلقه بتاعتك في 2 دليفريه نزلوا معانا اشتغلوا من كتر ضغط الاوردرات. فاللي هو الفكره هي يعني وفي الاخر انا بعمل حاجه برضو بحبها، فهي معادله بكرم ربنا هي ظبطت. يعني هي ظبطت معايا. فانت متضايق ليه؟ انت كحد بتتفرج بكل سطحيه كده، فيقول لك انت بتجرب اكل قدام الكاميرا هو ده شغل. يا عم انا بعمل ده انا بعمل ده وبيبسط ناس كتير قوي وبيفيد ناس كتير قوي بيقعد عنها وبكل فخر مبسوط بيه. انت مش مستوعب او افقك ضيق، انت مش شايف انا بعمل ايه،
خلاص دي مشكلتك. انا فعلا انا زمان كانت الكومنتات دي بتضايقني، يعني زمان لما حد يقول لي كومنت زي ده كان يوجعني. ليه؟ لان ممكن كان في حته جوايا حسها سنه ان انا مش بقدم فاليو قوي، انما اجيب حاجات غريبه. دلوقتي الوضع اختلف. دلوقتي انا بقت الفاليو عايده على كل الناس، مفيش حاجه تهزني الحمد لله. يعني طبعا اكيد كلنا طبعا لازم بيجي لنا لحظات ابس وداونز، بس الحمد لله يعني. انت غير اليوتيوب والفيسبوك بتنزل حلقاتك على بلاتفورمز ثانيه ولا لا؟ بص هو مينلي اليوتيوب والفيسبوك هم دولت المونيتايز يعني. ساعات بقص ريلز من الحلقات، بعمل ريسايكل، يعني ساعات بعمل ريسايكل للمحتوى فبنزل على الانستجرام والتيك توك. بس يعني فمينلي الاربعه المشهورين الكبار يوتيوب وفيسبوك مين اساس، وانستجرام. انا حاليا بنزل على اليوتيوب حلقات طويله، وعلى فيسبوك مناسب لي اكتر حلقات مثلا 4-5 دقائق، فبعمل حلقات اكسكلوزيف على الفيسبوك. وفي حلقات بقى بتنزل على اليوتيوب، حلقات طويله مثلا اللي هي ربع ساعه، بتنزل برضو على الفيسبوك. بس وبقص ريلز ساعات كده ريسايكل للمحتوى لما تكون. انا عندي سؤال، هو الفيس فيه مونيتايزيشن زي اليوتيوب؟ طبعا. طب انهي بلاتفورم ممكن يجي من وراه مثلا انكم اكبر هو الانكم يعني بتاع اليوتيوب اعلى، ولكن الفيسبوك فرصه ان هو يضرب اعلى. اوكي. يعني المليون مشاهده على الفيسبوك مثلا اسهل بكتير تجيبهم من ان انت تجيبها على اليوتيوب. بس لو جبت على اليوتيوب مليون وجبت على الفيس مليون، اليوتيوب يديك فلوس اكتر. طبعا. بتتحسب ازاي طيب، سواء البلاتفورم ده او البلاتفورم؟ هو في حاجه اسمها CPM او اللي هي المشاهده لكل 1000 RPM لكل 1000 مشاهده بيحاسبك كام. يعني احنا طبعا عندنا في مصر اقل حاجه خالص ان هي بالسنت. كل بقى ما تطلع مثلا دول الخليج بتبقى اعلى، كل 1000 مشاهده $1 $1.50 وبتاع. ممكن بقى بره في اوروبا في مصر كام سنت تقريبا مثلا؟ ما 70 60 حسب برضه بتطلع 70 سنت ده على اليوتيوب. والفيسبوك اقل شويه، اقل من كده كمان. بس وليها شروط طبعا، يعني مش من اول ما اعمل فيديو وانزله وجبت 2000 مشاهده ده معناه ان لا، ده كده في شروط لازم تحققها من الاول اصلا. يعني انا مثلا اليوتيوب عشان تبدا اصلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم لازم تجيب 4000 ساعه مشاهده توتال. يعني يعني الناس تتفرج على 4000 ساعه، القناه بتاعتك تبقى جايبه مشاهدات 4000 ساعه. جميل. ومش عارف 1000 سبسكرايبر ولا 10000 مش فاكر يعني. تحقق الشروط دي الاول. وفي برضه شروط للفيسبوك برضه مش فاكر هي ايه، لازم تحقق الشروط دي الاول عشان تبدا تقدم على انك تاخد فلوس ويتحط عندك ادز او كده. بالظبط. كلام جميل. كلفك الموضوع ايه في الاول؟ انا برضو بسالك اسئله دلوقتي ليه؟ علشان اللي بيتفرج علينا دلوقتي دكتور سنان جزء كبير منهم ممكن يبقى بيفكر في كارير شيفت، مش شرط انه يبقى كونتنت كرييتور. ممكن ناس تبقى عايزه تعمل فيديوهات، ممكن يبقوا عايزين يعملوا كورسات على اليوتيوب ويكسبوا يعني وممكن فود بلوجينج او كونتنت كرييشن او ريفيوينج او ايا كان. او احلى حاجه. فبحاول اسالك كام سؤال اخد من السنين اللي انت عديت بيها دي. ممكن مثلا حاجه زي دي اتوقع دخل من وراها. انت قلت قعدت سنين عشان يجي دخل من ورا الموضوع، وسنين صعبه يعني عفرت فيها كتير، فالاستمراريه جزء اساسي. طبعا. الاستوديو كلفك ايه في الاول؟ يعني برضو سالتك سؤال امتى يو ونت فايرل. كان اول فيديوهين ليك راحوا فايرل بس علشان كان عندك بريفيوس بريزنس على اليوتيوب مع حد تاني، فاوريدي الناس كانت مستنيه تشوف الفيديوهات. بص برضو بالنسبه للنقطه دي برضو عشان ايه، مش كل الناس. بص انت ممكن في الحياه تيجي لك فرص، بس انت ممكن تكون مش مستعد للفرص دي. يعني انت جات لك فرصه دلوقتي بس انت ما عندكش التالنت ان انت تاخد الفرصه دي وتنميها. ما انا كان ممكن افضل صديق عمرو الشريف لحد دلوقتي. صح كده. تطلع لك في فيديوهين ليه بقيت انا منعش وبقيت مستقل وبقى ليا اسمه وبقيت بتاع؟ لان انا اشتغلت كتير جدا. فالفرصه لما جات لي انا كنت مهرر بحاجات كتيره ومهارات كتيره جدا بنيتها على مدار السنين، وحاجات كتيره فحت فيها في البتاع. فكل ده ان انت عندك حاجه فعلا فلما ده حصل انت استغليت ده. بالنسبه للتكلفه، انا بالنسبه لي كنت عامل بيلدينج من زمان. زي ما بقول لك انا كنت جايب كاميرا وقعدت طورت بقى في الكاميرا وجبت عدسات وبتاع، فانا اشتغلت بالحاجات اللي هي اوريدي عندي. هي الكاميرا طبعا ترابيزه ايكيا وخلفيه سوداء. الموضوع كان بيزك. والكاميرا واضاءه والله في الاول كانت اضاءه بسيطه جدا يعني. الاضاءه مش ب1000 ولا 2000 جنيه حاجه، ما كانتش قصه يعني خالص. انت حتى لو شفت اول فيديوهات تفتكر ينفع حد يعمل فيديوهات بكاميرا موبايل؟ حتى مليون كان موبايل كويس شويه مع شويه اضاءه يقدر مليون في المية. بس الصوت بس يجيب مايك بس عشان الصوت مهم. الصوت مهم جدا. يعني ممكن فيديو لو كواليتي نص الصوت حلو الناس تشوفه، العكس مش يعني. والشخص يقدر يتعلم من البيزكس اللي تخلي فيديو كويس اونلاين، يعني يقدر طبعا اليوتيوب يصور ازاي، يمنتج ازاي. اليوتيوب دلوقتي زمان اليوتيوب ما كانش فيه علم
من ساعه اليوتيوب ما بقى فيه مونيتايزيشن، فالناس بقت تحط كورسات كامله على اليوتيوب لان بقى فيه مونيتايزيشن. زمان كان اليوتيوب ما فيهوش غير ان انت قشور كده من بره ولازم تروح تشتري كورسات. دلوقتي كل حاجه على اليوتيوب، انت ممكن تبقى علامه من على اليوتيوب. فاهم قصدي؟ فكل حاجه على اليوتيوب. هو والله العظيم يعني انت ابدا، بس انت خد الديسيجن انت هتبدا، وخد خطوه بخطوه وما تقعدش تفكر كتير. الناس ساعات بتبقى ايه، هي عربيه ماشيه وانت عندك اضاءه بتاعت العربيه، والاضاءه دي اخرها لحد مثلا الترابيزه دي. الناس عايزه تشوف بقى ما بعد الترابيزه دي، انت مش هتشوفها غير لما تروح، لازم تروح هناك. ما كنتش عارف. انت لما بدات ما كنتش عارف اللي انت بتعمله. فانا لما بدات ما كنتش عارف انا يعني هروح فين. بدات قعدت اخبط في كذا حاجه وما اعرفش. انا ممكن كمان سنه تلاقيني غيرت خالص، تلاقيني بعمل فيديوهات سفر، ما تعرفش يعني اصلا بعد الاقامه الذهبيه دي انا عندي افكار كتيره عايز افتح. تعمل فلوجات، تسافر اماكن تعمل فلوجز مثلا. يعني انا بص، انا ما بحبش احط لونج تيرم بلان. انا شخص جربت احط لونج تيرم بلان كتير في حياتي، الدنيا بتاخدك في حته تانية. فانا يعني على قد اللي هو ايه، يعني هعمل ايه الاسبوع الجاي، الشهر الجاي، انا ماشي كده. يعني ممكن حد يختلف معايا او كده، بس دي الطريقه اللي انا ماشي بيه. عندي طبعا يعني فيجن كبيره. اكيد عندك فيجن بس سايب الموضوع بالزبط. يمشي زي ما، لان هو ده اللي حصل معاك اصلا، هو ده اللي جابك لحد هنا بالظبط. كل مره ده اللي مخليني اقعد معاك. بالظبط. ما كنتش هبقى قاعد معاك النهارده القعده الجميله دي. بس انا مبسوط انك قعدت معايا. انت جيت هنا خدت كورس زمان. ما قعدناش القعده دي مع بعض. النهارده احنا قاعدين مع بعض وانا مبسوط انك قاعد مع السي او شخصيا. اتعرفت على شخصيه يعني دمها خفيف وظريفه. شفتها على النت الاول قبل ما اقعد معاها. يعني كنت بتفرج على فيديوهاتك قبل ما اعرف اصلا انك دكتور سنان، وقاعد معاك دلوقتي. فانا دي حاجه تبسطني. ده شرف ليا والله. لو حد من اللي بيتفرج علينا، كنت لسه هقول لك عايزين نصيحه. لو حد من اللي بيتفرجوا علينا دكاتره الاسنان، سواء اللي متخرج حديثا او اللي متخرج بقاله شويه ومش لاقي نفسه، او حابب انه يجرب حاجه جديده بجانب طب اسنان، وهي ايه الحته اللي انت عندك فيها خبره، اليوتيوب، الفيديوهات، ايا كان نوع الفيديوهات او الكونتنت اللي هقدمه، تنصحوا بايه؟ اوكي، انا اول حاجه يعني انا دايما ما ببقاش شايف نفسي ان انا شخص اقدر انصح يعني، بس انا بتكلم بشكل عام بناء على خبرتي يعني، مش هسميها نصيحه يعني. صحيح. اوكي، اول حاجه ان كل واحد ليه طريق مختلف عن التاني. انا اكبر غلطه زمان كنت بعملها ان انا شفت حد مثلا عجبني اللي هو بيعمله، فانا عايز ابقى هو بقصته بمعاناته. اللي ينفع معاه مش شرط ينفع معاك. بالظبط. انا ممكن في حاجه مناسبه مع شخصيتي مش مناسبه مع شخصيتك، كل عكس صحيح. صح. انا شايف الحاجه الوحيده بس ان انت الواحد يسعى وما يجيلوش احباط ويستمر ويكمل في الحاجه وما يخافش ان هو يبدا في حاجه جديده، ولو بدا في حاجه جديده يديها وقتها ويعرف ان النجاح بياخد وقت عشان هو يوصل ويحقق نجاح في حاجه. ما تزهقش بسرعه، وبس طول الوقت خلي عندك وعي باللي حواليك. ما تبقاش انت برضو بتسعى وانت مغيب، او زي ما انا مثلا كنت في العياده مثلا قاعد بسعى مفكر ان انا بسعى وانا مغيب ان انا عندي مشكله كبيره، مثلا انا مش دارس ماركتنج، مش دارس بزنس، مش دارس فاينانس. فمثلا حاجه ديت عمري ما مشروع مع العياده ديت مثلا بزنس بالظبط. وانت مش ناجح بزنس مان بالظبط. فانا كنت متخيل ان انا بعمل فلايرز وبعمل بانرز في الشارع، فانا كده وفد خشب بتتعلق بمسامير في الحيطان وبتاع، متخيل ان انا كده قفلت الجيم بالظبط. طب لا، بعد كده اكتشفت ان لا، في حاجه اسمها بزنس، وايه الفاليو اللي انت بتقدمها، وايه الادد فاليو اللي انت بتعملها، وايه الميزه. انا عمال اقول نفس الحاجه بنفس الكومبيتيتيف كل الحاجات دي. وليه الناس هتجيلك؟ لازم عندك وعي بالظبط، لازم تبقى فاهم. لما الزبون يجي لك تقدر ان انت تفتح ما يعني في حته مثلا انت تفتح شغل مثلا، دي حاجه ما كانتش عندي التالنت دي. انت مثلا ايه، هو جاي لك عنده الفيديو فانا اعمل له دي. طب ما تقول له بس خلي بالك مثلا انت عندك ورا هنا في تسوس. انا ما كنتش شغلك على فكره ده بالظبط. لا يعني اللي هو ايه ده، بس لا، انت المفروض تزقه يعمل ده، تحسسه ان هو عنده مثلا مشكله، انت مش بتضحك عليه، هو فعلا عنده حاجه بالزبط. تقول له ده عايز تعمله، نعمله ما تاخرش عشان ممكن يقلب عصب. فتح شغل معاه وخليك حلو معاه عشان يجيب لك اخوه، يجيب لك. كل ده الوعي كان مخليك مش واخد بالك منه اصلا انك ما بتعملهوش بالظبط، او انه ناقصك. فانت انا عرفت ده بعد ما فتحت البيزنس بتاعي بكذا سنه. ما كنتش اعرفه. ففكره ان انت تكون مغيب مشكله. انت اسعى بذكاء، اسعى بادراك. انا بص في تعريف للنجاح حلو قوي. انا قعدت فتره كده قعدت اسال يعني ايه هو النجاح، ماشي؟ فهل النجاح مثلا فلوس؟ لا، النجاح مش فلوس. والا كانت مثلا امهاتنا كلها اللي هم ما عملوش فلوس كده مش ناجحين. انهم مثلا لا، الامهات ناجحه انهم نجحوا، ان هم ربوا ناس دول ناجحين، فهي مش. فالنجاح هو والنجاح برضو ما انت ممكن تكون حد زميلك فتح عيادات وبتاع وما اعرفش ايه،
وهو مثلا ابوه كان عنده عيادات وبتاع، فانت بتقارن نفسك بيه فتحس ان انت مش ناجح. فبرضه ما مش كده النجاح. فالنجاح التعريف اللي كان عاجبني اللي هو بيقول لك مقدار السعي بوعي في الخير بما هو متاح لك. كل جمله من دي ليها معنى. مقدار السعي هو ده النجاح. ان انت بتتعب قد ايه، مقدار السعي قد ايه، والسعي بوعي. السعي بوعي، مش تسعى كده بعمل كده في الخير، لان انت ممكن تسعى في حاجه حرام او حاجه غلط بما هو متاح لك. انا مثلا ما تبصش للناس وعندهم ايه ومهيأ لهم. انا مثلا دلوقتي اسعى على اي حاجه، عايز ابدا مثلا بلاش اسنان، عايز اقيسها مثلا في الفيديوهات. مقدار السعي بوعي في الخير بما هو متاح لك. انت ايه المتاح لك دلوقتي؟ هو الموبايل ده. خلاص، هل انت قفلت اللعبه في الموبايل؟ لا، انت قاعد تقول انا معيش فلوس اجيب كاميرا ومعيش فلوس. طب يا عم هل انت قفلت الجيم في الموبايل؟ هل انت جبت اخر الموبايل؟ ابدا بالموبايل وهتلاقي انا لما غيرت الكاميرا بتاعتي، انا يعني الكاميرا اللي معايا كانت خلاص انا اتشقلبت بيها. انا بقى فاضل لي ان انا عايز اعمل افكار جديده، محتاج بقى فلاشات ومحتاج اضاءات واستوديو، مش تنفع السيمي بروفيشنال، فاضطريت اجيب كاميرا اعلى. فانت قفل الايه اللي معاك. حلو تعريف النجاح ده. قوي بصراحه. هبقى اقتبسه منك. ايه يا باشا اتفضل، انا سارق اصلا. مش اللي مألفه يعني. اقفل بقى بعد الضحك دي هتبقى هي احنا كده خلصنا. انا دايما زي ما قلت لك بيبقى عندي مشكله في بدايه الحلقه ونهايتها، بس يعني انا شايف ان منعش اسم لايق عليك، لان حلقه منعشه حبيبي. قعدنا فتره طويله تقريبا، دي هتبقى حلقه طويله ممكن من اطول الحلقات، بس كان دمها خفيف ووقتها خفيف علينا كلنا. فنورتنا في دنتال جي بي اس، نورتنا في اس بي سي. كان نفسي اقول لك عايزك تنورنا في كورس من الكورسات، بس انت خلاص وانس اند فور اول مش هترجع. مش هيحصل. فممكن تنورنا تصور طيب بالايفنت او حاجه؟ لا برضه لا. ممكن اجي اقيم لو بتعملوا كوفي بريك في الكورسات او حاجه. ممكن تيجي تعمل اكل. بالظبط. حلو. نورتنا وفرصه سعيده جدا ان احنا شفناك تاني. والله انا اسعد ومبسوط جدا. باخدنا معاك بقى في حلقه يمكن فايرال احنا كمان. يلا بعد التصوير على طول رايح اصور. ابقى انا صاحب مناقشه. يلا بينا. حبيبي. ماشي يا باشا، نورتنا وشكرا لوقتك. لا عفوا. تسلم.